احنا ل... احنا لسه في انتظار اللايف فيسبوك لما يفتح. لايف از اون. اوكي. جاهز يا دكتور مصطفى؟ جاهز يا باشا. طيب اهلا بيكم في حلقة جديدة. في لحظة ما يبقى الكسر مش في العظم، بيبقى في الاختيار. تختار الطريق اللي تختار تكمل، ولا تختار تقف مكانك؟ تختار الطريق السهل ولا الطريق اللي يعمل اسم؟ من المنصورة، المدينة اللي ما بتطلعش عادي خالص. زمان أهلها شالوا على كتافهم هم بلدهم، وقدروا يوقفوا خطر الغزو الصليبي عنها، وعشان كده اتسمت المنصورة. النهاردة أهلها بينصروها وبينصروا مهنتهم في كل مكان في العالم، بأخلاقهم وبأدبهم وبعلمهم. حكايتنا النهاردة حكاية دكتور ما كانش بيدور على شغل، كان بيدور على قيمة. ما كانش بيدور على سفر والسلام، كان بيدور على منتور. شخص يعلمه يكون جراح أحسن، ويعلمه يكون إنسان قبل ما يكون طبيب، قبل ما يكون دكتور. ألمانيا، روسيا، دبي، كلها محطات ما كانتش رفاهية أبدا، بل كانت اختبارات. اختبارات للعلم، اختبارات للشغف، اختبارات للشخصية. ازاي تصنع لنفسك هاي كواليتي ستاندرد، وتبتدي تطبقه على نفسك وتطبقه على المكان اللي انت شغال فيه كمان. امتى يبقى الدريل والبليت والسكرو أداة، وامتى هيبقوا فن؟ دي مش حلقة عن جراحة العظام خالص، دي حلقة عن الانضباط، عن الاختيار، وعن صناعة التميز تحت الضغط. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة السابعة إسافة بودكاست والدوري، مع The Drill Artist Live from Dubai، دكتور مصطفى حافظ. أهلا يا دكتور. اهلا يا درج، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تم- يلا، تمام زي شكرا الفل. جدا على المقدمه الناريه دي. حبيب قلبي. كتير عليا والله اللي انت قلته ده يعني. الله يخليك، لا ازاي. الحاجه الوحيده اللي انا صح اللي انت قلتها ان الناس بتاعت المنصوره قويه. بس الناس دي انا اكتر حاجه. دايما انا دايما اقول ان المنصوره زي الدنيا، سبحان الله، مفرزه. يعني بتفصل الطالح من الصالح والكويس من الوحش. ما بيطلعش منها حد بره المنصوره الا فعلا لو كان قوي. ربنا يخليك يا رب. حبيب قلبي. ابتدي معاك باول سؤال بقى. في اوكي. لحظه كده من لحظات حياتك انت كنت بتدور على منتور. ايه اهميه آه. ان يبقى للجراح ليه منتور؟ وامتى لما شفت ايه اللي حصل، لما شفت قلت ايوه هو ده المنتور بتاعي؟ آم، يعني هو احنا اتكلمنا في الموضوع ده، هو مش هي دي البدايه. المنتور شاب بتيجي لما انت تبدأ تسيك ان يبقى في سبيشاليتي ورك. فطول ما انت لسه في البداية بتتدرب او بتعمل تريننج، هتبقى محتاج انترنشيب، محتاج تعمل روتيشن، محتاج تروح هوسبيتال فيها سبيشاليتيز كتير وتعمل روتيشن عليهم، وتبدأ ساعتها تقرر ايه الحاجة القريبة ليك. ولما تقرر ان انت حابب تشتغل الترا ساوند، كارديولوجي، سوفت تيشو سيرجري، اونكولوجي، وات ايفر بقى انت هتقرر السبيشاليتي ورك بتاعك ايه. ساعتها هنا بقى بيجي اهميه المنتور شيب. لو تفتكر واحنا بنتكلم انا وانت، كانت نقطه خلافنا في نقطه المنتور شيب دي، ان هي حاجه مش موجوده في الميدل ايست. يعني ما فيش اوفيشال منتور شيب بروجرام موجود مثلا من الجامعات او من صحيح. المستشفيات يخليك ان انت لما تتخرج تلاقي حد ان انت تتلمذ على ايده. آه، صحيح. يمكن ده بدأ يبقى موجود دلوقتي بشكل برضه ستيل unofficial، بس بدأ يبقى موجود مع السوشيال ميديا، مع الافيلابيليتي، مع تحس ان الناس بقت سهل ان هي تسافر تروح تتعلم. يعني انت اكيد عارف من 10 سنين مثلا او من 12 سنة ما كانش الموضوع كده. يعني ما كانش سهل ان انت تلاقي opportunity ان انت تطلع تتدرب بره مصر في مكان، او ان انت تطلع تلاقي حد يعلمك، او حد ان انت تلاقي فيه المنتور اللي انت قلت عليه. ف... صحيح. فكلنا بدأنا بداية اللي هي العادية، اللي هو آه، آه،
تخبيط. انت مش عارف لسه انا مستقر على ايه. آم، ولكن لما بتسيك ان انت بقى عايز تعلي الستاندرد بتاعك وعايز فعلا تبقى بتقدم specialty work by book وحاجة فعلا evidence based medicine، مش بس ان انت بتتعامل. لو بتتكلم على الاورثوبيدكس مش مجرد كاربنترشيب، لا انت عارف كويس انت بتعمل ايه. ساعتها بيجي دور المنتورشيب. هنا بقى بيبقى التلمذة ليها دورها فعلا. فلو انت بتسألني انا امتى اللحظة ان انا I realized ان انا ده المنتور بتاعي، فده كان في ألمانيا. يعني انا سافرت قبلها روسيا، سافرت انجلترا. ناس كتير ساعدتني في حياتي. هحكي لك طبعا ديتيلز اكتر عن الموضوع ده، بس لقيت حد فعلا بيوجهني، بتناقش معاه في كل كيس. قادر ان انا عارف ان حد هيصلح لي الغلط وبدون جادجمنت، بس عشان هو عايزني ان انا اكون احسن. حلو آه، قوي. بيقول لي المعلومة كاملة، محدش بيخبي عليا حاجة. لأن في قاعدة بتقول لك المعلومة اللي أنت هتطلعها ربنا هيعوضك عنها بأكتر صحيح. بأكتر زكاة كتير. العلم. بالظبط. هم طبعا يعني الأجانب مش مؤمنين بزكاة العلم، ولكن هم عندهم كالتشر المنتور شيب والإديوكيشنال كالتشر عندهم أعلى مننا بكتير بكتير. إحنا عندنا بنحس إن إحنا اللي عارف يعمل حاجة لو قالها لحد هو كده سرق رزقه. عكس مهم. بره هو بيعلمك. انت ممكن تكون مفيد بالنسبه له لو بتشتغل معاه في نفس المكان، او حتى لو بتشتغلش معاه في نفس المكان فهو بيديك المعلومه كامله، لان هو عنده اكتر من ما انت خدت بكتير. فاللي انت اخدته مهم. ده مش هيأثر معاه في اي حاجه. وده اللي انا حسيته معانا شخصيا يعني. طيب لو احنا عايزين نقول سكسسفول بيت، لو انا عايز امشي على خريطة طريق كده من اول ما اتخرج من الكلية، ايه اللي مم. المفروض اعمله عشان ابقى في النهاية ابقى سكسسفول بيت؟ يعني مش عارف ايه تعريفك للسكسسفول. يعني عايز افهم سكسسفول من ناحية ايه؟ كأن انت ناجح كبزنس، ولا انت ناجح كطب؟ لا كطب. كطب. اوكي. اه. أم... من مصر بتتكلم، بداية من مصر. اه يعني مثلا خلينا نفصلها كده واحدة مم. واحدة. لو انا مثلا جي بي دلوقتي، اوكي. محتاج ان خلينا انا نتكلم، اقعد. انا في الكلية، مش تمام. جيب. مم. حلو، حلو قوي، بداية جميلة. أم... اهم اشتغل على نفسي ازاي في الكلية عشان ابقى شاطر بعد ما اتخرج؟ اعتقد ان دلوقتي بقى في اصلا يعني designated programs للبات انيمالز موجودة في مصر في اكتر من جامعة. فدي اكيد حاجة تساعد. واحد. اتنين، التريننج، الكلينيكال تريننج، تقدر وانت في الجامعة ان انت تنزل تعمل تريننج، بس تتفرج شادوينج، تشوف الدنيا ماشية ازاي، تعرف البريدز بتاعت الحيوانات. عرفت ان انت تابروتش وتعمل زي ما انا وانت اتكلمنا برضو قبل كده. تقدر ان انت البداية دايما ان انت تعمل شغل فاتك. مهم. يعني اول الستارت كده الانيشيشن ان انت تعمل شغل فات تك، اللي هو مهم. تحط اي في، تعمل بلاد withdrawal، تران بلاد تيست، تاخد اكس راي، تعرف البوزيشنز بتاعت الاكس راي، تعرف البريباريشن مثلا بتاع الانستاتيك ماشين، تعمل ليكج تيست. مش مطلوب منك ان انت تران حاجة كاملة، ولكن تعرف البيسكس. تاني ستيب خلاص بقى في graduation. انا شايف ان اول حاجه المفروض تبقى internship. يعني انا شايف ان في كونفليكت كبير، يعني من بعيد كده طبعا انا بقالي كتير مسافر، مش يعني بعيد شويه عن مصر، بس من بعيد كده انا شايف ان الكلينيكال تريننج احنا عندنا فيه ازمه في مصر. صحيح. ما بين طلاب او ناس لسه فريش جرادز وعندهم اكسبكتيشنز عاليه من الكلينيك اللي هو رايح يعمل فيها تريننج، ان هو متوقع ان هو هيتلقن. وده مش هيحصل، محدش هيلقنك. انا ما اتلقنتش. محدش هيقعد يمليك ايه الانتي بايوتكس اللي بنستخدمها في السمول انيمالز، ايه الادويه الانديكيتد والكونترا انديكيتد. محدش هيقول لك ايه الفاكسينيشن بروجرام. في بيسكس انت لازم انت تكون عارف ان انا رايح سمول انيمال كلينيك، لازم ان انا اقرا فيها وانا بوش ماي سيلف.
الفكره بقى في الانترنشيب او التريننج بروجرام اللي هو المفروض ان انت يكون في بدايات منتورشيب زي ما انت بتتكلم. ده بتعمل فيه روتيشن. يعني انا بشوف كيس جاستروانترولوجي، بشوف كيس يورينري، بشوف كيس نفرولوجي، بشوف كيس بالمونري، بشوف كيس كارديو، بشوف كيس دنتال، بشوف كيس اوفثالمولوجي، بشوف كيس سكين، بشوف كيس complicated internal medicine واندوكراينولوجي. ويا اما بتذاكر كيس باي كيس. يعني النهارده جالنا كلب بيرجع، خلاص انا محتاج ان انا اعرف ايه الديفرنشال دايجنوسيس بتاع الفوميتنج. انا كدكتور لما يجي لي كلب بيرجع انا محتاج اعرف ايه ايه الاسباب صحيح. اللي ممكن تعمل كده. مهم. وده نص الجاستروانترولوجي يعني الالجوريزم بتاع الديفرنشال دايجنوسيس بتاع الفوميتنج ده نص تشابتر. صحيح. صحيح. فانت لو اشتغلت عليه هتبدا انت تلاحظ جوه نفسك ان انا ميال اكتر للانترنال ميديسن. انا بحب اكتر الدايجنوستكس، بحب اكتر الالترا ساوند والاكس راي. ممكن اكون ميال اكتر لحاجات ادفانسد زي سي تي ام ار اي. انا بحب كلينيكال باثولوجي، انا بحب ديرماتولوجي. بتحس ان انت في حاجه انت شايف ان انا هدي فيها اكتر. أم، انا بحس بقى، انا الامبريشن بتاعي ان كل الناس بترش في مصر وفي الميدل ايست ناحيه السيرجري، از اف ان السيرجن دايما هو السوبر ستار. لا، دي مش حقيقه. مش شرط ان يكون السبيشاليزيشن الاحسن هو السيرجري. دي مش حقيقه. مهم. في انترنال ميديسين سبيشالست، في كارديولوجي، في التراساوند، في اونكولوجي، في سوفت تيشو سيرجري، في يورو نفرولوجي، في حاجات كتير مش شرط تكون السيرجري. فلو انت حسيت من الاول بداياتك كده ان انت مش حد، لان السيرجري دي كرافت. فلو انت ما عندكش الكرافت خلاص ما صحيح. تضغطش على نفسك. في ناس صحيح. مثلا بديها بتبقى بترتعش، في ناس بتتوتر. مهم. خلاص السيرجري is not your pathway. مهم. ففكر في حاجة تانية. ممكن للبنات مثلا، مش عشان انت بنت فخلاص انا مش هبقى orthopedic surgeon. انا اعرف ناس من اشطر الناس في العالم orthopedic surgeons ونيورو surgeons بنات. فما فيش دايما قاعدة ثابتة. هي دايما مهم. بترجع الى انت اندمجت مع الموضوع ازاي، وبتحس ان انت وانت بتعمله ان انت بتعمل حاجة اللي انت بتحبها. خلصنا الانترنشيب بتاعتي. قعدت فترة في مستشفى كبيرة فيها ناس محترمة بتنقل لي معلومة كاملة. اشتغلت او ما اشتغلتش في المكان ده، ممكن يكون جالي في فرصة او ما جاليش. هحتاج بقى ان انا امارس كجنرال براكتس فترة نختلف فيها. بقى انا شايف مثلا ان هو مينيمم 3 to 5 years 3 to 5 years. مثلا، اقل حاجة. انا ده كان سؤالي الجاي ليك، لان 3 to 5، يعني السؤال ده انا سألته في اكتر من ابسط قبل كده، اها. ومتهيألي 3 to 5 years ده اكبر رقم انا سمعته. في justification الرقم ده؟ بص، يعني احنا لسه برضو خلي بالك ما فيش هيئة او جهة في الميدل ايست اصلا بتمنح الناس ديجري سبيشالست. حلو، عشان ده صحيح. مفهوم غلط برضو. صحيح. انا كواحد مصري انا معيش يوروبيان دبلومة او سيرتيفيكيشن ان انا سبيشالست. انا مارست سبيشاليتي ورك فيرست از اريا اوف انترست بعد ممارسة جنرال براكتس فترة طويلة. تمام. واعتقد انا وانت اتكلمنا في النقطة دي، صحيح. ان فترة الجنرال براكتس دي، خصوصا ان انت ما عندكش مثلا في مصر او في الوطن العربي ريزيدنسي بروجرام. ما فيش اصلا حاجة، هيئة بتمنحك لقب سبيشالست. احنا اي حد آه، عمل 2 الترا ساوند بيقول على نفسه الترا ساوند سبيشالست. اي صحيح. حد عمل ادى مرتين فيوريزمايد في حالتين هارت فيلير فخلاص بقى كارديولوجيست. فاحنا مش سبيشالست، احنا سيرتيفيكت هولدر. في مهم. ناس زي دكتور احمد عبد اللطيف مثلا، انت عملت معاه بودكاست قبل كده. هو صحيح. جات له الفرصه ان هو كان في المانيا ريزيدنت في جامعه، اعتقد كان في ليبزش، وقدر ان هو يكمل في الريزيدنسي بروجرام وخد اليوروبيان سبيشاليزيشن. دكتور احمد بورد سيرتيفايد سبيشالست. صحيح. لو هنتكلم على النموذج العام،
انت بتتكلم ان انت بتبدا از جنرال براكتيشنر، بتعمل حالات من كافه الاشكال. بعد كده لو عندك اريا اوف انترست بتسيك ان انت تقدر ان انت تاخد فيها ادفانسد ستاديز، تاخد كورسز، تاخد دبلومه، تاخد قدرت ان انت بعد كده تعمل بورد وتسافر وتعمل ريزيدنسي بروجرام زي دكتور احمد. اعتقد ده بقى متاح دلوقتي، ما كانش متاح مثلا من 10 سنين بالنسبه صحيح. لنا، او ما كانش سهل، او ما كناش نعرفه وقادرين نوصل. طبعا ده اكيد احسن. صحيح. فلو بنتكلم على النموذج العام اللي هو نقدر نقول 80 او 90% من الناس الجراديوتس من كليات او جامعات مصريه او عربيه، انت محتاج تمارس جنرال براكتس اطول فتره ممكنه قبل ما تقدر تركز او تفوكس على اريا واحده بس. ليه؟ هقول لك نفس المثال اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو انا جالي كلب. انا شخصيا الكلب مهم. عنده كروشيت رابتشر، الكلب بيعرق، ودي من اكتر الحالات الكومن اللي احنا بنشوفها هنا في الامارات، لان احنا عندنا بريفالنس عالي قوي للتوي بريدز، ومعظمهم يا اما عندهم ميديال باتيلر ريلاكسيشن او عندهم كروشيت ليجامنت او الاثنين مع بعض. مهم. انا الكلب كان عنده 12 سنة، فانا احساسي كسيرجن ان هو ما فيش سبب ادى الى المشكله كتروما مثلا. احنا عارفين ان الكروشيت ديزيز في الكلاب غير الهيومنز. الكروشيت ديزيز ده ديجنراتيف ديزيز، بيحصل مهم. بروجريسيف، بيحصل كاميولاتيف، مهم. بيحصل ويكنينج كده للفايبرز ستيب باي ستيب. فانا لما شفت الكلب، كلب تخين قوي وعنده بوت بيلي، سكين بتاعه ما عجبنيش، عنده كراستي سكين كده وضل. عملنا له بلاد تيست، لقينا فيه ستريس ليكوجرام، ولقينا فيه elevated ALKP. عملنا اي سي تي اتش ستيميوليشن تيست، لقينا ان هو كوشنج، عنده كوشنج. طيب مهم. انا لو ما كنتش عندي اكسبيرينس ان انا شفت حالات كوشنج قبل كده في حياتي، مهم. وانا اصلا الرول بتاعي في الهوسبيتال اللي انا بشتغل فيها mainly 99% انا orthopedic surgeon، مهم. كنت هاخد قرار ان انا ادخل بالكلب سيرجري، صحيح. وكان ممكن يموت، لان انت عارف ان الكوشنج بيبقى عنده هايبرتنشن، بيبقى عنده صحيح. ستيرويد هيباتوباثي. لو انا مش مهم. عامل انفستيجيشن كويس وعامل كنترول كويس للكوشنج ده وعملت رش للعمليه، فانا هخسر الكلب. فبقيت عشان صحيح. اصلح رجله خسرت كل حاجه. مهم. المثال ده طبعا يعني بيوضح لك ان احنا في النموذج بتاعنا في الميدل ايست لحد دلوقتي، اللي هو لسه ما فيهوش اوفيشال شانلز للمنتور شيب وللريزيدنسي بروجرام، انت محتاج تشوف كتير. عشان تشوف كتير محتاج وقت على الاقل زي اللي قلت لك عليه. اللي هو من 3 ل5 سنين. على الاقل. والله يا اجابتك مقنعه، اجابتك مقنعه جدا وفعلا لو كيس، يعني انت المثال اللي اديته مثال فيري فيري تانجبل، يعني اي حد ممكن يشوفه في العياده وهو شغال، ايوه انت يعني او اكيد. حد او سهل تخيله مم. وسهل تخيل عواقبه. دي حقيقه، دي حقيقه. احنا بنشوف صحيح. حاجات كتير، انا بيجي لي حاجات كتير ريفيرلز، مثلا بيجي لي اكسترنال ريفيرلز. ممكن مثلا البرايمري فيت شايف ان هو في البو ديسبليجيا، والكلب بيعرج عشان عنده البو ديسبليجيا. بيجي لي كده، بيجي لي الميديكال ريبورت كده. مهم. فانا ببص على الكلب، هو اصلا عنده مشكله نيورولوجيكال. كلب مثلا كافالير كينج تشارلز، فخلاص انا مهم. بشوف الكلب ده بلاقيه بيهرش في ودنه كده. انت عارف عندهم مشكله مشهوره قوي اسمها كايري لايك مالفورميشن، بيبقى عندهم سيرينجومايليا واكسكريتوري ديسفانكشن كده في السي اس اف. مهم. فالكلب اصلا عنده مشكله نيورو، فاحنا صحيح. بنسميها نيرف روت سيجنيتشر. لما بيبقى في مشكله نيورولوجيكال وتديك ايحاء ان ده اورثوبيديك بروبلم، مهم. زي مثلا لما يكون في سciatic neuritis او peripheral nerve sheath tumor بنقول عليها بي ان اس تي. كل الحاجات دي بتديك كدكتور وانت بتعمل جيت اسسمنت، اول حاجه بتبص عليها للكلب، بتتهيأ ان هو ده مشكله اورثوبيديك. بس لو انت ما صحيح. عندكش باك جراوند عن البري ديسبوزيشن مهم. والسيجنالمنت بتاعت المشكله،
وازاي تعمل اورثوبيديك اكزامينيشن ونيورولوجيكال اكزامينيشن، وازاي تكومباين الاثنين عشان تحدد بالظبط انت التراك اللي هتمشي عليه ايه. ما هو انت منين هتجيب الاكسبيرينس دي لو انت قررت ان انت انا هبقى بس اورثوبيديك سيرجن؟ لو احنا بنتكلم على مستوى اوروبا وامريكا، هقول لك اه تقدر ان انت تقرر ان انت تقلل عدد سنين الجي بي وتبدا في السبيشاليزيشن بتاعك اسرع، يعني ممكن سنه او سنتين. ليه في بروجرام انت هتمشي عليه. صحيح. البورد عامل لك بروجرام، انت مش هتجود. هو مهم. تراك. انت بتخلص تعمل روتيشنال انترنشيب سنه، بتخش في ريزيدنسي بروجرام 3 سنين، تمتحن، تاخد مهم. الدبلومه وتبقى سبيشالست. مهم. احنا بقى بنتكلم في تراك شويه، احنا بنتيلور تراك لينا لحد ما يكون في اكسس للسبيشاليتي بروجرامز اللي هي الاوفيشال، ساعتها تقدر ان انت تبدا بدري. مهم. ده رأيي. حلو قوي. طيب لكل الناس اللي بتسمعنا، ممكن نكتب احنا انتوا بتسمعونا من انهي مدينة بالظبط، سواء كان على الزوم او على اللايف فيسبوك، تكتبوا لنا بعد اذنكم. اقدر اخد من اجابتك يا دكتور مصطفى ان السكسسفul بيت محتاج سترونج فاونديشن قبل بالظبط. حتى ما ياخد الخطوة يفكر ان هو يبقى سبيشاليتي او سبيشالايزد او حاجة زي كده. طيب بالظبط. بالنسبة لك انت بقى، مهم. امتى اللحظة اللي حسيت فيها ان الباشن بتاعك رايح ناحية الاورثوبيديك سيرجري؟ السبب في ده كان دكتور معتز شعبان، يعني دي حاجة أنا جريتفول ليه في حاجة زي كده، وهو من أوائل الناس اللي أنا اتعلمت منها اورثوبيديك سيرجري. كان عندي قط مكسور في عيادتي، وكان كسر كلاسيك سوبرا كوندويلر فراكتشر، تروما معروفة قوي في القطط في الدستال فيمر. وكان ممكن اجرب زي ما اي حد كان بيجرب في الوقت ده، الكلام ده كان سنة 2014. أم، بس انا اخترت ان انا لا، انا اشوف مين حد بيعمل فعلا اورثوبيديك سيرجري كويس واروح له. والراجل ما منعش واستقبلني كويس جدا وعمل العملية واحنا بقى في البروسيس. انا اصلا انا هاندي وبعمل حاجات كتير، عارف، كرافت وحاجات هاند ميد وكده. امم. انا عندي باشن ان انا كنت اصلح عربيتي واقعد اعمل حاجات في العربيه وكده، فانا اصلا حته الحاجات اللي هي الكرافت انا بحبها. فهنا لقيت ان الموضوع لا، هو مش بس نوليدج ومش بس كرافت، بس انت محتاج الاتنين. صحيح. لازم يبقى عندك بلند من الاثنين. مش بس الكيس دي بس في الوقت ده حسيت ان كمان في ديماند، الحته دي في مصر فاضيه، و... وفي كيس لود كبير. انت عارف في مصر كان عندنا حالات تروما كتير جدا جدا. صحيح. كنت نط من البلكونه، كلب اتخبط بعربيه، كلنا كان مهم. بيجي لنا الحاله دي داي تو داي في العياده. فبدات ان انا افكر ان انا اركز في الحته دي جنب الجنرال براكتس برضه، لان أنا ما كنتش اقدر اعمل ده بس في الوقت ده. صحيح. طيب تفتكر اول الكيس عملت فيها اورثوبيديك سيرجري؟ اه افتكر. انا بدات اذاكر الاول مع نفسي كده البرنسبلز والفاندمنتالز. فاكر اول مره ذاكرت فيها اصلا حاجه للاورثوبيدكس كان من كتاب كلنا نعرفه اللي هو فوسم سمول انيمال سيرجري، وذاكرت الفراكتشر كلاسيفيكيشن والديفرنت ميثودز بتاعت الاوستيوسانتيسيس. فجالي قط عنده اوليكرانون فراكتشر في البروكسيمال النا، وده كسر باثولوجيكال، كسر اصلا حصل بتروما ضعيفه قوي. ده بنسميه افالجن فراكتشر عشان دي الانسيرشن بوينت بتاعت الترايسبس تندن. فالفيكسيشن بتاعه بيبقى ببين وتنشن باند واير علشان يريزيست البولينج فورس بتاعت الترايسبس ترايسبس. تندن طول مهم. الوقت. فكانت لذيذة يعني. كان فراكشر سهل، الكونفجريشن بتاعه مش صعب قوي، وكمان ما كانش ارتيكولر، يعني كان الارتيكولر سيرفيس ما كانش انكلودد في الفراكشر. فده كمان سهل عليا الميشن، لان ده كان اول كسر اعمله لوحدي.
مهم. فريدكشن كان سهل. الاكسكيوشن بتاع التكنيك كان لذيذ، بس كان في تفكير. يعني كان في ريسبكت للبرنسبلز اوف اوستيوسينثيسيس، اللي هو ان احنا بنشوف ايه البايوميكانيكال فورس اللي عملت الكسر ده. طيب احنا بقى عايزين نريزست البايوميكانيكال فورس دي واحنا بنعمل فيكسيشن. ف... صحيح. فكان تشالنج لذيذ. وكان برضو تنفيذه مش اصعب حاجه. ما مهم. اخترتش مثلا comminuted humeral distal humeral fracture ان انا ابدا بيه، كنت هتقفل اصلا من حياتي. انا صحيح. دلوقتي لما ببقى رايح الشغل بكره وعارف ان انا عندي distal humeral Y او T fracture، ببقى عارف الهارت ريت بتاعي بيزيد. مهم. انا عارف ان انا عندي قصه بكره. صحيح. فاختيار حالتك الاولى دي حاجه مهمه جدا. والحالة دي بقى هي اللي فتحت لك الشغف اكتر للطريق بتاع الاورثوبيديك سيرجري. بص، هو الحمد لله، يعني الحمد لله من الناس اللي أنا اتعلمت منها. آه، ما قلتش على نفسي سبيشالست، ولا قلت على نفسي ان انا اورثوبيديك سيرجن في بعد حالة او اتنين او 10 او 20. لا، يعني الموضوع خد سنين عشان تبدأ ان انت فعلا يجي لك كيس لود مركز قوي على الاورثوبيدكس. دي مش حاجة تحصل في مدة صغيرة، وخصوصا ان مفيش منتورشيب، مفيش بروجرام انت ماشي عليه. انت الموضوع كله اجتهاد شخصي ومذاكره، بتسافر تاخد كورس، بتسافر تعمل شادوينج لحد، وترجع بتشوف دكتور زميلك بيعمل تكنيك انت بتعرفش تعمله، تروح تعلمه منه، وهكذا. تمام. ناخد شوية من الناس اللي كتبوا على الشات بوكس. يلا. عندنا الإمارات، الباحة، سعودي أرابيا، دبي، مسقط عمان، المدينة المنورة، دمياط، مسقط عمان، منصورة، الإسماعيلية، المنصورة، الجيزة، الخبر، الجيزة، الرياض، المنصورة. من على اللايف فيسبوك عندنا من الدوحة قطر، من الأردن، من الرياض، وعندنا سبيشال ديديكيشن من دكتور خالد عاشور. طبعا ده بيت ديتكتيف طلع معايا تاني حلقة. دكتور خالد يعني من السكسس ستوريز الجامده قوي اللي احنا كلنا بنفتخر فيها. وانترنال ميديسن انترنست جامد قوي، يعني احنا هنا في الامارات من الناس اللي بنرجع لها when we get صحيح. stuck in a case. يلا نكلم دكتور خالد نشوف ايه إيه المشكلة يعني. فبجد وشخصية ثرية جدا كمان. هو حد، يعني انا عن نفسي I'm so proud ان هو موجود معانا، وان هو بيتفرج معايا النهارده. يعني بجد دي حاجة تبسطني جدا. ودكتور أحمد حسنين من مصر بيقول لك العالمي. دكتور احمد. دكتور مصطفى عالمي، ودكتور أحمد حسنين عالمي برضه. دكتور احمد طبعا، يعني دكتور جامد قوي، وكمان في البرزنتيشن سكيلز بتاعته ليه قبول قوي على السوشيال ميديا، ما شاء الله عامل شغل جميل. ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. معانا كمان دكتورة نورهان أيمن بتقول لك براود مصطفى حافظ. دكتور محمد من الرياض برضه بيتابعنا. دكتور محمد. أنا بس هستأذنك دقيقة معلش، عشان في تكنيكال ايشو في الكاميرا عندي. اوكي. معلش أنا مضطر أعملها لايف بقى عشان نأسف على الانقطاع. دكتور خالد عاشور بيقول لك على راسي والله. ناخد بقية الأسئلة. يلا. بعد العملية دي بقى، شغفك بالأورثوبيديك سيرجري خدك لفين؟ أم...
بدأت طبعا إن أنا أبدأ لوحدي وأشوف ناس موجودين زي دكتور معتز، كان دكتور محمد الصواف، ناس اللي كانت بتشتغل اورثوبيدكس في الوقت ده، وكتير منهم ساعدوني وحطوني على التراك. كريم رفعت، ناس كتير قدمت لي. بس ما حسيتش برضو يا دوري إن أنا خدت الموضوع بمنهجية. يعني حاسس برضو إن أنا لسه دماغي مش مترتبة. اول ما اشوف مهم. الكيس دي، ايه الاوبشنز اللي عندي وايه الابروتش اللي انا المفروض اعمله. ما حسيتش كده غير لما سافرت روسيا. أه بدأت دماغي تترتب. بدأت في حاجة اسمها FPAS سيستم، اللي هو Fracture Patient Assessment Score. ان انت بتبص على مهم. الكلينيكال اسبكت بتاع الكيس، بتبص على الفراكتشر كونفيجريشن والبايوميكانيكال فورسز، وبعد كده تقرر البيست ميثود اوف فيكسيشن بيزد اون كل الداتا اللي انت جمعتها من عوامل كتير قوي في البيشنت. زي ما قلت لك مثلا كاشنج، او عنده جيرياتريك غير بابي، غير اونرز كومبلاينت غير اونرز صعبين. كل دي عوامل بناخدها في الحسبان وبتفرق جدا في الاوتكم. مهم. غير التروماتولوجي طبعا انا بعتبر التروماتولوجي ده ليفل 1، ونقسمه اتنين: برنسبلز وادفانسد تروماتولوجي. زي ما اي او كورسز كده بتعلمك، بتقول لك برنسبلز اوف فراكتشر ريبير، ادفانسد تكنيكس اوف فراكتشر ريبير. بعد كده بتبدا تدخل بقى في ماستر كلاسز وتاخد حاجات ليها علاقه بالاورثوبيدكس، اللي هي الديفورميتي كوركشنز، الجوينت ديزيز، حاجات باثولوجيكال اكتر. آم، فلما سافرت روسيا كان دكتور عصام المنشاوي هناك وساعدني جدا، وحتى كان بيترجم لي الداتا والمحاضرات ويعني برضو حطيني على التراك جدا هناك. قبليها بشهور كنت سافرت انجلترا، قعدت اللي هم الاسبوعين لو تفتكرهم بتوع الرويال كوليدج دول. اه، ترى الكوليدج. خدت برضو فيهم لفة كده، وكانت أول مرة في حياتي بقى أشوف بروبر هوسبيتال. يعني كنت شفت مهم. النموذج بتاع العيادة اللي في مصر، اللي هو أوضة مهم. كشف، أوضة عمليات، جهاز تخدير ده كان ساعتها بيبقى يعني حاجة واو، والترا ساوند واكس راي. لا، سيت اب بقى هوسبيتال بإم بيشنت بأي سي يو وكريتيكال كير بترياج بكده، ما كنتش شفت ده قبل كده. دي كانت أول مرة، وفعلا ساعتها حسيت بقى بباشن قوي ناحية موضوع التروماتولوجي. طيب انا هسألك على حاجة ليها علاقة بالرويال كوليدج وانجلترا. مم. الليفل اوف كير والمستوى النيرسز هناك تقدر توصفه ازاي؟ بص، هو في انيمال هاندلرز، وفي فات تكس، وفي نيرسز RVNs اللي هم ريجسترد فيترينري نيرسز. دول كمان موجودين هنا في الامارات، واعتقد عندك في البحرين موجودين. لا ده صحيح يعني صحيح اشطر من فاتس كتير احنا نعرفه. صحيح. يعني والتيم كله فيه هارموني، والليفل اوف كير والبين فري هاندلنج لا، موضوع مختلف. pain free handling والفير فري هاندلنج دي culture احنا ما كناش نسمع عنها اساسا. ف صحيح لا، الموضوع مختلف. النيرسينج، احنا عندنا في مصر مثلا النيرسينج ده واحد بتجيبه كده وخلاص بالشارع بتعلمه. مفيش ايوه كلية صحيح. معهد او حاجة وده برضو عامل جاب دري في الكواليتي بتاعت الهوسبيتال. لان انت بتجيب ناس، مثلا كنا بنجيب اسيستنتس ما لهمش علاقه اساسا بالمجال، ولا حتى مثلا جايين من صحيح. هيومن نيرسينج باك جراوند زي ما هنا في الخليج مهم. مثلا. لا، لا، مفيش مهم. اصلا. ممكن يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب. مهم. صح. ف- فعشان كده المفروض ان السيكونس، ان الفريش جراد لما يروح عياده ويبقى ترينيه في الاول، هو هيقوم بدور الفات تك. ودي اكسبيرينس هو ما ينفعش ان هو ينكرها. يعني دي حاجة كلنا مرينا بيها. صحيح أنا كنت اتدربت وأنا في صحيح الجامعة. دكتور إيهاب عباس فاضلا كان بيدخلنا عنده العيادة نتدرب، وقعدت معاه سنين. المرحلة دي ما هي أصلا الاندكشن. لو ما كنتش عديت بالمرحلة دي أنت ما كنتش أساسا هتفكر إن أنت تبقى دكتور. عادي كنت ممكن أمشي بقى في صحيح تراك ميديكال راب، أو في تراك فود كواليتي، أو وات ايفر. صحيح انا صحيح بيكون عندي اكسبكتيشن كتيره
في المستشفى اللي انا بتدرب فيها او العياده، لا انا كمان لازم اقوم بدوري. فاعتقد ان يعني جزء من حل ازمه النيرسينج والهوسبيتال كير هو الاندر جرادز كانترنز والفريش جرادز، ان هم يكونوا بيعملوا لو مش كوظيفه ثابته، يقدر ان هو يعمل دور الفيتك كتريننج مثلا محترم لمده 3 شهور. وبعد كده هو خلاص هيبقى قادر ان مهم. هو يبدا يكون فيت اسيستنت. زي ما احنا هنا في الخليج كده يا دري، مفيش دكتور بياخد كونسلتيشن قبل 5 سنوات خبرة. صحيح. ف... فما ما ينفعش ان انا اتخرج النهارده واقول بكره انا هبقى سبيشالست، او بعد 3 اسابيع. لازم تاخدها، لازم تجيبها من تحت. وزي المثل اللي بيقول لك الشغلانه اللي ما تبقاش فيها صبي عمرك ما هتبقى فيها معلم. بالظبط، بالظبط. بعد انجلترا وبعد روسيا، روسيا مدرسه قويه جدا في الطب البيطري. هما جامدين جدا بس قافلين على نفسهم قوي. اه، في يعني ما كل بيطلعوش حاجه. بيبرز، ما بيعملوش بابلشمنتس، ما بي... احنا مش صحيح، شايفين. صحيح، صحيح. بس هم يعني اون ذا تيبل، حاجه جامدين، رهيبه. انا اه جامدين، انا انا جامدين اشتغلت مع جدا. دكتوره من فلاديفوستوك في روسيا. حاجه قويه، قويه جدا جدا يعني. وال... وبيعلموا وال... بعض حلو. ولاتين امريكا كمان يا دري، لا، البرازيل ولاتين امريكا، صح. أقوياء جدا، صحيح، جدا، صحيح. قوية جدا. بس بس هي احنا ان شاء الله اون تراك. مم. اه، كنت بتقولي مشكله ايه؟ في اللانجوج، يعني لو انت مش يو كي، اللانجوج، مش يو صح. اس، مش استراليا، مش كندا، رحت دولة تانية أوروبية أو لاتين أمريكا أو روسيا، فتحتاج تتعلم سكند لانجوج، مش هيبقى الإنجليش هو صحيح، اللغة صحيح، الأساسية. فدي حاجة أنت لازم تعمل صحيح، بتفكر فيها. صحيح. بما انك اتكلمت على اللانجوج، اهميه اللانجوج ايه كانجلش لانجوج للدكتور اللي مسافر بره؟ هي كل حاجة، هو هي أول حاجة بتتكلم عنك. يعني أنت آه، أول ما بتبدأ احنا مثلا هنا في دبي، احنا 90% او 85% من الكلاينتس انجليز. فالاكسنت البريتش، انت لو مش متعود على ان انت تسمعها انت مش تفهمه. فبالتالي هو هيجادج على صحيح. انت دكتور ما بتفهمش لمجرد ان انت ما مهم. فهمتش اللانجوج بتاعه. صحيح. وهم البريتش جادجمنتال جدا يعني. فجدا، وانت عارف امم. فلا اللانجوج طبعا يعني جزئية مهمة جدا، مقدمة حلوة جدا وانترودكشن حلو جدا عن نفسك. مهم. خلاص انت فتحت بقك، لقيت بتقول اصل when he was وتأتأت كتير. انت طب ما انت ما مهم. انت ما كلفتش نفسك ان فقدت انت الكواليتي حتى. خلاص. بالظبط، انت ما حسنتش من الكواليتي بتاع مهم. نفسك في اللانجوج. طبيعي ان انت ما اشتغلتش على الكواليتي بتاع نفسك كدكتور. صحيح. ما انت منين بتروح تحضر انترناشونال كونفرنسز وورك شوبس وانت ما بتعرفش وانت تتكلم؟ اللانجوج عندك في الضياع الأليم. فهي فيرست امبريشن سيء، وانت عارف كويس ان احنا كعرب الاجانب مهم. بياخدوا عننا فيرست امبريشن في الخليج بالذات مش ألذ حاجه. وده صح. بسبب برضه هو سيكونس. الكلاينت اصلا، صح. وانا من اكتر الناس اللي اتحطت في المشكله دي. يعني انا لما اول ما اشتغلت كانت ابو ظبي اول شغلانه. أم، لا، هو الكلاينت عنده رفض اساسا ان هو يدخل يقابل حد بيقول له انا بعمل حاجه سبيشاليتي ومن جنسيه عربيه. صحيح. لا يعني انا كان لسه رفض هو ده اللي كنت قوي، هقوله فعلا. في ريزيستنس قويه جدا للموضوع. الحمد لله دلوقتي الوضع اتغير، بس ده اتغير مش بسببي، بسبب ناس كتير. بس والمنصورة لعبت دور قوي في الموضوع على فكرة. والله علي حماد مثلا ده من الناس اللي هنا بيضرب بيهم المثل، يعني ما شاء الله عليه، يعني كفيت وكاكزوتيك سبيشالست وكمان كانتربرينور. فيعني علي من الناس الجامدة جدا. ومش مش علي بس، في أمثلة كتير يعني نقعد نتكلم كتير. دكتور إسلام خليفة، أدهم، خالد، في لستة يعني لونج ليست من الناس موجودين هنا شاطرين وبيتكلموا عننا كويس. على الصعيد الآخر في ناس بتيجي مش فاهمة أي حاجة وبيبيع نفسه إن هو فاهم كل حاجة، فده غلط. أنت مش عارف، قول إن أنا مهم. مش عارف، عشان ده بيأثر على الكل، بيأثر على المجموعة.
على الكل، صح. احنا صح. في ماركت، فاهم؟ احنا في ماركت، فلما يبقى كل اللي من الجنسية دي ناس شاطرة، سعرنا كلنا هيبقى عالي، والابريشيشن بتاعنا كلنا هيبقى عالي، زي ما هو الدكتور البشري المصري في السعودية او في الخليج بشكل عام معروف ان هو الكواليتي بتاعه عالي، والخلايجة صحيح. او ال ال الاجانب بيحترموا جدا شطارة الدكتور المصري. على مستوى الفات، بسبب الهجرة اللي حصلت مؤخرا، لا كان في كتير أمثلة مش representative قوي عن الكواليتي بتاعتنا. مهم. انا عايز اقول لك، بما انك ذكرت دكتور علي حماد، ان هو كتب عليك قال افضل طبيب مصري في الشرق الاوسط. ربنا يخليك والله. وعلي دايما بيجاملني، كاتب في الكومنتس في اللايف فيسبوك. وعلي دايما بيجاملني والله. وعلي ده من يعني من أعز أصدقائي. وكتب ومش لك بس، حالا دلوقتي مثلي الاعلى دكتور مصطفى. وسوري للمقاطعه، بس هو لسه كاتب حالا، لازم اقول لك. والله ما بقول لك يعني عشان الناس تفهمش غلط، دي مجاملة بس دكتور علي ده من بجد بقى، أنا مش بجامله. هو فعلا من أهم الشخصيات المؤثرة في ماركت الفيترينري، مش بس السمول أنيمال، في منطقة الجولف كلها دلوقتي. حقيقة أنا مش ببالغ. صحيح، انا موافق على الكلام ده جدا. وانا عايز اقول لك حاجه برضو، يعني عليك، يعني انا برضو يمكن علاقتي الشخصيه بيك ما تطرقتش للشغل قوي يعني. بس لما كنا بنحضر للميتنج ده، احنا لو تفتكر احنا عملنا لك اول فيرست ابروتش كان يوم 24 اكتوبر، يعني تقريبا من شهر وثلاث اسابيع. في الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها دي مع بعض وتقربنا مع بعض، لا بصراحه انت شخصيه ثريه، وشخصيه عندك نجاحات حلوه وشخصيه راقيه واسلوب كلام جميل جدا. فالكلاينتس لازم تحبك اكيد. ربنا يخليك والله، ربنا يخليك والله. الموضوع حبيبي. برضو عايز أقول لك عشان الناس ما تتخدعش برضو، الشغلانة دي ليها بروس وكونز. صحيح. لو تفتكر برضو احنا مش عارف احنا معانا وقت قد ايه، بس دي حاجة مهمة انا محتاجة هايلايت ليك عليها. آه، لا، احنا لسه معانا اسئله، مش تهرب مني آه، دلوقتي لو تقدر يعني. لا اوكي اتفضل. اتفضل اتفضل، لا اتفضل قول لي هايلايت، انا عايزك تهايلايت النقطه بتاعتك. آه، ان احنا كنا قلنا لو تفتكر برضو ان life's too short for post-operative complications. صحيح. دي سلوجن كده متعلق قدامي وحلق في ودني طول الوقت. ان الكريتيسيزم اللي انت بتاخده نفسيا من جلدك لذاتك اصلا، من الكومبليكيشن اللي بيحصل، المسؤولية القانونية اللي انت بتتحط فيها، سواء في المستشفى اللي انت بتشتغل فيها، او على مستوى الوزارة او الجهة او الهيئة اللي انت بتتبع ليها، وده ممكن يؤدي الى وقف رخصتك او انك تتعرض لعقوبة او شطب. الموضوع فعلا بيوصل لمشاكل وكلنا مرينا بيها. آه، آه، بيرجعنا لنقطة المال براكتس. المال لو كلنا بنغلط، وانا شخصيا بغلط، وكل الناس مهيئة للغلط، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتجنب المال براكتس. يعني ايه مال براكتس؟ يعني انا ما بعرفش اعمل الحاجه دي، ما اعملهاش، صحيح. ما احترم اعملهاش نفسي واحترم غيري واحترم زمايلي اه واحترم الكلاينت واحترم الناس ما, كلها. ما ما تفتيش يعني، فاهم؟ ما تفتيش. ده مهم جدا. مهم. لو بقى عندك مثلا say basic experience في حته extensive جدا تأهلك انك تبدأ تقدر تشتغل كيس جديده، لا، انا بشتغل الاول باخد كورس وبعمل كادفرز، وبعد كده بعمل شادوينج لحد بروفيشنال جدا في الحاجه دي، بعد كده اعمل مهم. اول كيس ليا وانا اندر منتورشيب، او التانية او التالتة، بعد كده افكر اعمل لوحدي ستاند الون. فمفيش حاجه اسمها انا اتفرجت على فيديو للعمليه ان انا هعمل عمليه دول. ده ده انا مطبق من امبارح على مبدأ. الفيديو. دي مبدأ فهلوة عندنا احنا بس يعني. احنا صحيح. شاطرين وفعلا بنلقط بسرعه، بس هي في الحاجات اللي فيها تكنيك، زي مثلا التي بي ال او، انت مش هينفع تتفرج على فيديو تي بي ال او تطلع تقول انا بعرف اعمل تي بي ال او. صحيح.
طيب، الناس اللي لو عندها اي اسئله ممكن التشات بوكس تسيبوا لنا الاسئله على زوم، او في الكومنتس على اللايف فيسبوك تسيبوا لنا اي اسئله للدكتور مصطفى. دكتور مصطفى بره اوضه العمليات شخص ديسنت وجميل وراقي، جوه اوضه العمليات شخص مرعب. انت بتعمل ايه في الناس جوه اوضه العمليات؟ آه بص والله، انا قلت لك برضو الكلمة دي قبل كده. احنا يعني I have to make everyone uncomfortable. لان الناس اللي بتأسست معاك لو حسوا في لحظة ان هم خلاص comfortable وان الموضوع سموث، لا هو الموضوع مش سموث، الموضوع ستريس. ولازم نشير المسؤولية ما بيننا كلنا، مش بس عليا. اه اكيد 99% من المسؤولية عليا، ولكن مسؤولية صحيح. الاكسكيوشن بتاعة البروسيجر نفسها لا، بتتقسم على عندنا. مثلا بكلمك عن نفسي حاليا، احنا بيبقى دايما اي بروسيجر فيه 4 اشخاص: انا واسيستنت بيسكراب، بيسكراب ان يعني بيأسست في السيرجري، وفي مهم. مهم. حد انستيزيا مونيتورنج، وحد بيساعدنا في الانباكينج بتاع التولز. لان انت عارف في الاورثوبيدكس بيبقى عندنا كيتس ونسترومنتس كتير قوي. ففقره الانباكينج دي فتره، الدرابنج صحيح. والانباكينج دي نص ساعه في اول العمليه. صحيح. طيب، بتختار بقى الكرايتيريا بتاعت الناس اللي بتخش معاك الثياتر روم بناء على اي اساس؟ ال ال الانستيزيا عشان عندي مشاكل كتير مع الناس في الموضوع ده. انا مش انستيسولوجيست، بس انا عملت الاف العمليات في حياتي، فعشت تجارب ومواقف كتير في موضوع الانستيزيا. فلازم احترم دماغ اللي هيعمل انستيزيا. بسأله سؤال بسيط، او يعني لو حد لسه جديد بالنسبة لي: آه، what happens if the dog is in pain؟ هو ده سؤال اروح ازود على طول الانستيزيا وافور الدنيا؟ بالظبط. فلو قال لي بعمل كده، لو عمل لي كده ان هو هيزود اه، الانستيزيا، هيزود الايزوفلورين، خلاص احنا مش هينفع نشتغل مع بعض. مش هينفع نشتغل مع بعض، صح؟ ايه؟ لان البين مانجمنت والانالجيزيا ده كومبليتلي ديفرنت باثواي عن الانستيزيا. ولو فكرت انك في صحيح. الاورثوبيدكس او في اي بينفول بروسيجر ان انت تمانج البين عن طريق ان انت تزود الدبث في انستيزيا، الكلب هيموت او هيطلع من العمليه بوست اوبراتيف كومبليكيشن من الهايبوتنشن. هيجي له بقى كيدني فيلير، هيجي له صحيح. لو حصل هايبوكسيا او كده يجي له هايبوكسيك برين دامج. هتطلع من العمليه بمصيبه. صحيح. فانت اول حد مهم بالنسبه لك المسؤول عن الانستيزيا. ده اهم شخص في الاوضه، ده اهم مني. حلو جدا. خلي بالك يا دوري ان بيبقى عنده. اه، الاورثوبيدكس اتفضل. 80% من الوقت بتكون elective procedure. يعني انت عارف انواع البروسيدير صحيح. نوعين: elective ونون elective procedure. لو انا عندي صحيح. مثلا قط عنده urethral stone وهنعمله يوريثروستومي بعد failed catheterization، ده non elective procedure لو ما نون عملوش. الكتف، خلاص. اما مهم. الاورثوبيدكس لو سبته وما عملتلوش العمليه وهو عنده كروشيت ليجمنت، هيبقى بينفول، هيحصل له مشاكل وارثرايتس وكومبليكيشنز واللايف ستايل بتاعه هيتاثر، بس ما ماتش. انما لو حصل انستاتيك كومبليكيشن مات، فالكلاينت مش هيسامحك، صحيح. ولا الدوله هتسامحك، صحيح. ولا المستشفى اللي انت فيها هتسامحك. فلو صحيح. فان انا اعمل سباي سيرجري او جاستروتومي او ريسكشن وانستموسيس او سبلينكتومي او حتى كوليسيستكتومي او اي بارشل هيباتكتومي او بارشل لوبكتومي، ده حاجه. وان انا اعمل بينفول صحيح. بروسيجر فيه مانوفر ومانيبيوليشن قوي جدا، هيغير من نظرتك تماما في احترام البين مانجمنت. صحيح. انت بتحب، يعني انت عندك بين بروتوكول معين وبتحب البين ثيوري اكيد. قوي. اكيد. الدوافع ده بيكون ان العمليه نفسها بتبقى رف، ولا انت بتحب تخلي كل حاجه ان ذا سيف زون، يعني ما تزودش الانستيزيا قوي، ما تزودش هل خلي ده بالك ولا ده ولا ميكس ما بين الاثنين؟ ميكس ما بين الاتنين طبعا. وبعدين الكواليتي بتفرق تماما، يعني الكواليتي تماما بتاعت البروسيس كلها. احنا مثلا لما بيكون عندنا كلب انكشس،
وجاي يعمل عمليه، احنا من وهو في البيت بنديله جابا بنتين وميلاتونين مهم. وساعات اسيبرومازين، بنسميه تشيل بروتوكول، بنقول عليه تشيل بروتوكول. بنديه يبدا مهم. من النايت بيفور، وممكن 2 hours قبل الابوينتمنت تايم، عشان مهم. اصلا يجي لي العياده مش ستريسد ومش انكشس. يبقى كول. بالظبط، فما اضطرش بقى ان انا اعمل اه. مازل وعافر معاه عشان اخد منه بلاد سامبل، او اعرف احط له اي في، او اعمل له بري اوبراتيف اكس رايز، او اعدي له اصلا الانجكشن بتاعت السيديشن. ما هو الموضوع مش سيديشن على طول، احنا في بري انستاتيك اسسمنت، وفي بري اوبراتيف راديوجرافي بتتعمل، بعد كده بنخدر. فالحاله بتاعت الكلب وهو جاي كمان لما بيكون واخد اصلا سيديشن، وخلي بالك ده evidence based. من انا المدرسه بتاعتي في البين مانجمنت جروب كده اسمه زيرو بين فيلوسفي، الناس تقدر برضو مهم. تدخل على الويب سايت ده وبتاخد من الجروب ده مهم. اكريديشن. دي انترناشونال اورجانيزيشن بتدي اكريديشن للعيادات وللدكاتره ان انت ويل educated مهم. على موضوع البين مانجمنت. باختصار عشان ما حلو ناخدش قوي. تفاصيل جانبيه، ولكن انا بس هستأذن من الاعداد يكتبوا لنا ال... الويب سايت يو ار ال في الشات بوكس للناس. اتفضل يا دكتور. آم، ف الاكسبيرينس كلها بتبقى للاونر وللبيشنت لذيذه، لان كمان لما بيكون وقت شال وهو جاي ده بيفرق جدا في الدوز اللي انت بتديها له عشان اصلا يدخل في سيديشن، وانت اكيد عارف ده. صحيح. يعني لو جاي مهايبر صحيح. وانكشس وبيعض واجريسيف، الادرينالين عالي جدا، وده بيخلي الدوز اللي انت محتاجها اساسا عشان تديله، لو بتدي في العادي بتاعك 3 5 مايكرو جرامز ميديتوميدين، هتحتاج تدي البيشنت ده 10 15. فدخلت صحيح. في برادي كارديا وساينس اريثميا، وبدات تشوف السايد افكتس بتاعت الالفا 2 اجونست علشان انت افورت الدوز. صحيح. ونكمل بقى كلام في موضوع البين ده ان شاء الله، في يعني س- انا نفسي بصراحة، انا عارف ان انت موضوع البين ده بالنسبة لك هو آه، حاجة مهمة جدا، وانت بتعتبره انها حاجة من الحاجات بالنسبه لي هو ده الهاي ستاندرد كواليتي اساسا، ستاندردز. ده ستاندرد عند الناس، عند اي صحيح. سيرجن. ده مش بالنسبه لي الموضوع مش لاكجري. لا بس انت بتحبه، انت عندك باشن فيه. لا مش واضح بحبه، في هو ستاندرد. واضح في كلامك، واضح. دوري في فرق ما بين حاجه انا بحبها كبيرسونال انترست، وان ده حاجه ستاندرد لازم اعملها، هو ده مش اوبشن. انت لو مهم. بتعمل اورثوبيديك سيرجري لازم تعرف تعمل بين مانجمنت، وخصوصا ان احنا كمان مهم. في الميدل ايست ما عندناش اساسا emergency وكريتيكال كير سبيشالست او انستيسولوجيست اقدر ان انا اركن عليه. مهم. انا السيرجن، انا اللي بعمل كل حاجه، انا بعمل بروتوكول كامل من اول البري اوب اسسمنت لحد العمليه لحد البوست اوب كير لحد الفيزيوثيرابي لحد الريكفري. مهم. صحيح. انا انا نفسي ان شايف في احنا ناس الفترة كتير، الجاية. في ناس كتير بعت حاجات على على هو الشات. هو ده كله زيرو بين. وفي ناس بعت حاجات. مم. تحب نقراها قبل ما نكمل بقية الأسئلة؟ يلا بسرعه يعني. دكتور حسن، دكتور مصطفى من الناس الجميلة اللي بصراحة عندها قبول جميل، وحد محترم قوي. من حوالي 6 سنين كانت أول محاضرة أحضرها لحضرتك في الأورثوبيديك سيرجريز، وربنا يحبك. من أكتوبر في الجيزة، مصر. دكتور حسن ده ده محترم سؤال قوي، وانا مش عارف هو ازاي اه فاكر. مم. لا أكيد طبعا البني آدم في حياته بيبقى فيه علامات، وفي تيرنينج بوينتس. انت حتى اتكلمت في الاول يا دكتور عن الدكتور معتز شعبان، اكيد وازاي هو كان هو يستحق تيرنينج بوينت مننا في كلنا حياتك. ان احنا ده مثال على الديديكيشن وعلى السيرجون الشاطر اللي كلنا لازم نحترمه، مش انا بس، واللي ما يعرفوش لازم صحيح. يعرفوا صحيح. ويشوف تجربته، لانه هو حد ما شاء الله. دكتور معتز دلوقتي في كندا في امرجنسي وكريتيكال كير، بيعمل مهم. اورثوبيدكس، وحد يعني جامد جدا جامد جدا يعني، جامد جدا. حلو قوي ما شاء الله. دكتور حسن، حضرتك مثلي الاعلى يا دكتور مصطفى. حقيقي مروه فؤاد، حضرتك مثلي الاعلى. ربنا الصراحه يخليك. اسمك بيذكر في المنصوره لحد دلوقتي بكل خير. مثلي الاعلى دي، ده واضح ان فيها اتفاق
ده في ناس كتير والله مثلا اللي قاعده. بجد دي حاجة شرف ليا. بس صدقني على الله ان الموضوع بالنسبة لي مش مثل أعلى أو إن رول موديل، واتناقشت أنا ودوري في النقطة دي. أنا مع مبدأ المنتورنج أكتر من مبدأ الرول موديل. لو في حاجة أنا مهم. أقدر أساعد بيها أو حاجة أقدر أشير إكسبيرينس، لو حد بيشير نفس الانترست معايا أنا ما أتأخرش عن حد في حاجة زي كده. آه، مهم. وعملنا educational events كتير قوي في الميدل ايست في اخر 3 سنين. كان اخرهم كنت اول اي او ايفنت في ايه اوفيت. الميدل ايست كان في دبي. صحيح. آم، مهم. الحمد لله كنا يعني عندنا حضور قوي فيه. كنت انا وكان دكتور روي حسون من لبنان وزميلي برضو في مودرن فات. مهم. ويعني ان شاء الله مش اخر حاجه، يعني هنكمل في حاجات كتير السنه الجايه. آم، مهم. موضوع الإديوكيشن ده من الحاجات اللي هي it gives me something. يعني الموضوع بالنسبة لي مش بيزنس، لأن أنا صحيح. عشان ما حدش يفهم الموضوع غلط، أنا بالنسبة لي عمليتين أحسن من كورس باي ذا واي. يعني لو قعدت عملت مهم. عمليتين أحسن تماما من أي فلوس هتجيلي من كورس. فالموضوع فعلا الكورس وواقفة وشرح وتحضير وسفر it gives me وليلة. something. مش ملوش صحيح علاقة. صحيح. ما بناخدش الموضوع financially pure يعني يا دوري، فاهمني؟ صحيح صحيح. في immediate feedback بتاخده من الناس اللي قاعدين قدامك، بيبقى ليه طعم تاني مختلف خالص عن اي حاجة. بيرفلكت على ادائك وترجع شغلك صحيح العادي اللي هو الدي تو دي، بيرفلكت عليك جدا. وبيرفلكت صحيح على قوة الديب سيرش والريسيرش اللي انت بتعمله، وانك بتسيك دايما انك تكون صحيح عشان updated. تعرف توصل معلومة. لا، ما يعني الموضوع ليه ابعاد كتير. نكمل. دكتور كامل أنجح وأشطر جراح في الشرق الأوسط وفخر آه، الدكاترة المصريين. دكتور دكتور كامل يعني. حسني دم اتفضل. لا لا، اتفضل انت. اتفضل. دكتور حسني: the main reason I joined small animal practice as many success I have achieved has been because of your support and thank you my dear friend. دكتور حسني كتر أه... خيره يعني، واحنا بارتنرز في بزنس كمان، وشكرا بجد مهم. على الكلام ده. في انا دكتورة شايف في مروة فؤاد. اسئله. في اسئله ناس في بتسال. أسئلة، بس هنخليها للآخر عشان ما نقطعش الستوري لاين بس. اوكي. يلا يلا. دكتورة مروة ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك. الأسئلة كلها هتتسأل ما تقلقش. دكتور أحمد عبد اللطيف: فخور بكم جدا دكتور أحمد عبد اللطيف. احنا طيب اللي فخورين بدكتور نكمل. احمد. دكتور أحمد صراحة ما شاء الله يعني عليه، ربنا يحميه. نكمل الأسئلة بتاعتنا. الفيت تك والنيرسز، انت عامل لهم هاجس في الثياتر روم اسمه البايلوت تشيك ليست. تقدر بايلوت تكلمنا بروتوكول. اكتر عن الموضوع ده؟ بايلوت اكيد. بروتوكولز، يس. بص، من كميه الاخطاء اللي شفتها في حياتي في الانستيزيا اللي بترفلكت عليا، وانا في الاخر اللي بضطر ان انا احاسب على الفاتوره، سواء مع الاونر او مع الهوسبيتال اللي بشتغل فيها او مع الاوثوريتيز والسلطات والجهه اللي بنتبع عليها. فبقى موضوع الانستيزيا ده بالنسبه لي فعلا من الحاجات اللي انا عايز احط فيها بروتوكول، مش مجرد مساحة اجتهاد شخصي. فدورت في المجالات اللي الناس بتشتغل فيها، لقيت ان اكتر مجال في اقل نسبة خطأ هو مجال الطيران، او الافييشن. ف... صحيح. فبدأت ابص ليه الناس دي ما... نسبة خطأهم مش معدومة ولكن قليلة. لان هم مملين جدا. هم مملين جدا. هم من اكتر الشغلانات المملة اللي تتخيلها في حياتك. هو صحيح. كل رحلة بيعمل تشيك على نفس النقط بنفس الملل. ممكن 20,000 مرة ما بيكونش في خطأ، بس المرة بيكون في خطأ. فهو عمل 20,000 تشيك ما لقاش فيهم أي امم. حاجة. بس في مرة امم. عمل تشيك أنقذ فيه أرواح 300 انقذ فيه الناس كلها، صح. كلها. صح كده؟ طيب احنا في صح. الانستيزيا مثلا، انا ببص على الدوزنج. بداية من الدوزنج طبعا، مرحلة انت بتتكلم جوه الاوبريشن روم، مش قبل مرحلة البري صحيح. انستيك اسسمنت.
لان ده بيبقى جزء منه كارديولوجي وجزء منه انترنال وجزء منه تشست، فلا دي قصه تانيه. بتكلم جوه اوضه العمليات. بياخد لفة. اه جوه اوضه العمليات، الدوزنج. الدوزنج انا ببص على طبعا يعني انا شويه شغال في مكان هاي فلو، فما ما بقدرش ان انا ابص على مثلا سي لو عاملين بروتوكول مثلا ميثادون ميديتوميدين كيتامين، ما ببصش هو اخد قد ايه من كل بوتل، لان احنا بنعمل سيبريت ويذرول. بس ببص على مهم. التوتال فوليوم، وده دايما بيقول لي في خطأ ولا لا يا دور. يعني لو في خطأ مهم. في دوز احد الادويه، التوتال فوليوم هيتغير. فانا بقيت خلاص انا عارف ان الفوليوم ده، يعني قط مثلا وزنه 6 7 كيلو، ما ينفعش يكون التوتال فوليوم بتاعه اكتر من 0.2. لو لقيت واحد جاي مهم. يدي لقط 5 كيلو او لكلب 5 7 كيلو جرامز جاي يديله 1.5 ام ال، لا انت في حاجه غلط. صحيح. اللي تشيك الليكج تيست بتاع الانستيزيا ماشين. احنا بنعمل عشان البين مانجمنت بنعمل كوكتيلز، بنعمل امل كي اللي هو ميثادون لايدوكين كيتامين، او لو في فانتانيل نعمل فانتانيل. بيبقى معانا بروبوفول سي ار اي غير الستاندرد فلويد. لو حالة سينيور او جرياتريك بيكون معانا نور ادرينالين او دوبامين او ديبيوتامين سي ار اي، علشان لو حصل هايبوتنشن نون ريسبونسيف لان احنا بنلور الانستيزيا. عندنا كل الريفرس ادويه الريفرس، زي لو احنا شغالين بميديتوميدين عندنا الاتيباميزول، عندنا النالوكسون عشان مهم. ريفرس ال ال الاوبيويدز، او عندنا ريفرس للبنزودايازيبينز. كل حاجه مهم. جاهزه. انا مش هدي فرصه مثلا ان حصل ارست جوه العمليه يا دري، بقول لك ايه اطلع اجري هات اتروبين بسرعه اسحب كام، طب الدوز كام يا دكتور، لا مش هيحصل. الثانيه اللي انت صحيح. تدور فيها على not on my watch. مش هينفع. صح. و... وهو ده البايلوت بروتوكول، ان احنا عندنا تشيك ليست لكل الانستاتيك دراجز، للريفرسال دراجز، للسي ار ايز، للماشين نفسها، للتيبل، للورمينج بادز، للهيتنج بادز، لكل الفيتالز اللي على الاي سي اللي على المونيتور، سواء اي سي جي او الكابنوجرافي او الاس بي او 2. كل حاجه بنتشيك كل حاجه. وقبل ما بنحط اول دريب بستيرل على البيشنت لازم بنكون عاملين ريهرزل، بنقول بصوت عالي، ودي اتعلمتها من المانيا. احنا عملنا ايه لحد دلوقتي. مهم. ده بيبقى على نقطة الانستيزيا. على نقطة التولز انا عامل لهم زي آه، تجميعة كده، ان مثلا ستايفل سيرجري سمول دوج كيت معينه، عندنا هيب سيرجري مهم. سمول او ميديوم لارج بنحتاج الكيت ده، عندنا مثلا فراكتشر ريبير دي الكيت في سمول انيمال، عندنا فراكتشر ريبير في لارج انيمال، عندنا مثلا بنعمل اورال او ماكسيلو فيشل سيرجري ليها كيت، وهكذا. مهم. يعني بحاول اسهلها عليهم، عشان برضو مش شرط ان كل الناس اللي بتغسل العده او كده بيكونوا فاميليار مع كل اسامي التولز. فانا بحاول اسهلها صحيح. عليهم، بنحط تاجز او بنحط كالر كود على التولز بحيث نجمعهم كلهم في شكل باك معين. حلو قوي الكلام ده. انا عاجبني جدا كلامك وشرحك، وان انا بتخيل معاك شكل الثياتر روم وانت موجود فيها وعاجبني قوي الجو ده وعاجبني التشيك ليست اللي انت عاملها والهاي كواليتي ستاندرز اللي انت عاملها جوه الثياتر روم وبره الثياتر روم، وقد ايه انت راجل حريص على شغلك وحريص على البيشنت اللي تحت ايدك. واتمنى ان شاء الله ان انا في مره من المرات كده يعني يسعدني الحظ واسكراب معاك. ان شاء الله طبعا. وبرضه عاجبني حبيبي، وبرضه عاجبني نقطة البين مانجمنت جدا، وأتمنى إن إحنا لو نقدر في حلقة بس نتكلم على البين مانجمنت، سواء كان البروتوكول، سواء كان الكيسز المختلفة، سواء كان من أول الكونسلتيشن روم لحد الثياتر روم. اكيد. وانا اكتبوا يا ابعت. جماعة في الشات بوكس حبيبي. اكتبوا يا جماعة في الشات بوكس لو تحبوا إنكم تشوفوا حلقة خاصة بالبين مانجمنت مع دكتور مصطفى حافظ. وبرضو اكتبوا لنا انتوا بتشوفونا منين، للناس اللي لسه داخله جديد، واللايف فيسبوك اكتبوا لنا لو سمحتم بتشوفونا من انهي مدينه. آه، دكتوره مروه فؤاد ما شاء الله اللهم بارك. اكيد. دكتوره هنا
مروه فؤاد منصوره. دكتور محمد مسعد، ربنا يبارك فيك يا دكتور مصطفى، ومن نجاح لنجاح يا رب، دايما متألق ما شاء الله. آه... عايز اسألك بقى، ايه اهم المواصفات واهم السكيلز اللي المفروض تبقى موجودة في الجراح عشان يعرف يقف صح على رجله في الثياتر روم؟ لازم تكون بارد، وردود افعالك مش مبالغ فيها، وما مهم. بتتوترش بسهوله. لازم مهم. تكون هاندي، وحد هاندي يعني حد في ناس بتبقى بعشوائيه كده، فلا انت لو عشوائي مهم. فانت مش ما اتخلقتش علشان تكون اورثوبيديك او نيورو سيرجن. يعني ممكن تبقى جنرال سيرجن، تعمل سبيس، تعمل نيوترز وتعمل دنتلز وكده، بس مش ما تدخلش في حاجه ديب يعني. آه، آم، لو بنتكلم على الاورثوبيدكس ولا على السيرجري بشكل عام؟ على السيرجري بشكل عام. آه، بيبان يضر. يعني انت في الاول كلنا بدأنا اول عمليات عملناها كانت سباي ونيوترز، صح؟ فلو انت حاسس ان السباي صعب صحيح. فاكيد انت مش هينفع تكمل تعمل هيميلامينكتومي او تعمل سي 1 سي 2، فاهم قصدي؟ ف ف مهم. وخصوصا ان احنا مثلا الانترفيو بتاعنا في المستشفى اللي انا بشتغل فيها، لو عايزين نقول الدكتور ده مهم. بيعرف يعمل عمليات ولا لا، بنخليه يعمل سباي في لارج بريد دوج. مهم. انا مش باندر استيميت اهميه السباي، باي ذا واي. which اه السباي في صحيح. لارج بريد بس دوج هي دي بس هي امتحان الامريكان بورد السي بي اي، عمليه سباي. اوفرتومي في كلب ميديوم او لارج بريد. ليه؟ مم. ليه؟ تعالى اه بقى بالراحه كده. اولا لازم بالظبط. يكون في نوليدج كويس جدا للانستيزيا. صحيح. ثانيا، لارج بريد دوج الاوفرز بعيد جدا وديب، بالذات لو ديب تشيستد، فانت بتعمل بول صحيح. جامد قوي للاوفرز، وعايز تقطع السسبنسوري ليجامنت، فاللقطه دي بينفول جدا. صحيح. فهم بيشوفوا رد فعلك وانت في اللحظه دي. لو حد بيعمل كتير سبيس لكلاب كبيره، هيلاقي ان اكتر لحظه الهارت ريت فيها بيكون عالي في العمليه كلها واحنا بنشد الاوفرز. طب ما في سسبنسوري حل ليجمنت، سهل. صح. طب ما في حل سهل. مهم. ايه هو؟ ان انت تزود الايزوفلورين فالكلب يموت او ينزف. صحيح. طب ما في حل حل اسهل. سهل وسريع ومنجز. ففي حل اه. اسهل ان انت تعمل لوكال انستيزيا ببيوبيفيكين او بلايدوكين لو بتعملها صحيح. كأوبن سيرجري. لان دلوقتي الترند ان معظم الناس بتعمل في الديب تشاستد بريدز لاباراسكوبيك سبيس. لابراسكوبي. مهم. بس لو هتعملها اوبن سيرجري علشان ما يحصلش معاك بليدنج اكستنسيف، وعشان ما يبقاش البروسيجر بينفول، فبس بتعمل لوكال انستيزيا كويس. الايدنتيفيكيشن بتاع البيديكل، الانديفيدوال لايجيشن للبلاد سبلاي والستامب، الايسوليشن اصلا بتاع البرود ليجامنت والميزنتريك فات من اليوتيرس لحد ما توصل للبايفركيشن وللبادي وللسيرفكس عشان تعمل مهم. irrigation. النوت اللي انت مهم. بتعملها دوري، يعني في ناس بتعمل سمبل انتربتد نوت لسه مهم. في اللايجيشن بتاع بلاد فيزل في لارج بريد دوج. طبعا انت لو عملت كده في امتحان هتسقط. آه، مهم. يعني يا اما ميلرز يا موديفايد ميلرز، ودي حاجه محتاجه انك تكون هاندي عشان تعرف تعملها. مهم. ال الكلوجر، الكلوجر تكنيك بتاعك وانك فاميليار بالانترديرمال تكنيكس والسوتشر ماتيريال نفسها اللي انت بتستخدمها. لحد النهارده انا بيجي لي حالات عاملين سوتشر للماسلز والسكين والسبكت بي جي اي بفايكريل. يا جماعه، مهم. يا جماعه الفايكريل ده سوتشر بتاعت لايجيشن بس مش بتاعت خياطه. مهم. البريدد صح. سوتشرز مش بتاعت خياطه. البريدد سوتشرز صحيح. بتاعت لايجيشن. اي اورجن في الابدومينال اورجنز، بلادر، انتستاين، ستامك، وات ايفر، او ابدومينال ماسلز او سبكت او سكين، بنخيط بمونو فيلامنت، ما بنخيطش بمالتي ببريدد يعني او مالتي فيلامنت. انك فاميليار بالابردين سوتشر تكنيك والامبيدد سوتشر وازاي تعمل كلوجر. فسباي اتس سيرجري في لارج بريد دوج، فاهم؟ صحيح. صحيح.
فاحنا بقينا بنجادج ان الدكتور ده بيعرف يمانج ستريس، لان لو نزفت انت عارف كويس قوي الموضوع بيقلب بلاد باث. صحيح. طيب لو نزفت بقى دوري منك، البيديكل نزفت وحصل سليبري للنوت، انت هتعمل ايه؟ هتاكت ازاي؟ صحيح. ما هو اشوف ده. اشوف النيرفز بتاعتك وقت المشكله هتتعامل لا، ازاي، ايدك والبروسيدرز هتعمل بتاعتك عامله ايه؟ ازاي. ايدك هتعمل ايه؟ الموضوع مش كفته برضو ان انا هقعد اجيب ابدوم لابراتومي سبونج واقعد احطها واعمل باكينج. لا. امم. لا، انت في دايركشنز معينه للاكستنشن بتاع الانسيشن، وفي حاجه اسمها دوادينال مانوفر، في حاجه اسمها كولونيك مانوفر، امم. وازاي تفتح الليفت امم. كدني، وازاي تفتح الرايت كدني، وازاي تريتش امم. الباديكل اللي حصل لها ما هو انت لو لقيتك شقيت الكلب، انت كده مش فاهم حاجه. صح. ما انت قبل ما تعمل سيرجري لازم تقرا عن الكومبليكيشن، وزي ما قلت لك تاني، صحيح. life short for post operative complication. ما بوست ينفعش ان اوبراتيف انا اكون دكتور. كومبليكيشنز. ما ينفعش ان انا اكون دكتور شغال في شفت في عياده ويموت مني كلب وانا بعمل سباي. دي حاجه مرفوضه. انا صحيح. لو الدكتور بتاع الكلب فضيحه. انا مش هسامحك. فضيحه. صحيح. مش هينفع، لا، فضيحه وكمان في فضيحه. الخليج ده فضيحه، فضيحه للدكتور وفضيحه للمكان وقصه طويله. طيب بما ان احنا بقى اتكلمنا على الخليج، وكنا بنتكلم على السوفت سكيلز، تفتكر السوفت سكيلز اللي المفروض تبقى موجوده عند الدكتور اللي مسافر الخليج وهيقف في كونسلتيشن روم ويشوف كلاينتس، كدكتور جي بي مثلا، مش لازم مم. يكون سبيشاليزد، ايه السوفت سكيلز المفروض على الاقل تكون موجوده عنده؟ أم، عنده نوليدج باك جراوند كويس محترم، لان مفيش مجال للتعلم هنا. انت مش تيجي هنا تتعلم في الحالات. انت لازم تكون صحيح. اوريدي من انت جاي منين؟ جاي من مصر، جاي من اي دولة عربية، او جاي من امريكا او من اوروبا. انت جاي اوريدي بتعرف تعمل. انت مش هتيجي هنا تتعلم otherwise هتتحط في بوزيشن فيت تك او فيت اسيستنت. ولازم الصدق والامانة وانت بتقدم نفسك. يعني ما ينفعش يا دوري اقول ان انا بعرف اعمل اورثوبيديك سيرجري وانا ما بعرفش اعمل مثلا لارج بريد دوج سباي. فاهم قصدي؟ هتتقفش مهم. وهتترفض، مهم. والماركت قد كده كل الناس هتعرف. كل الناس فخلاص. هتعرف. صح. فخلاص يعني. وتأثير ده مش هيبقى عليك لوحدك، على الجروب، على المجموعة كلها، على الماركت كله. هي الناس، وده بيحصل اوريدي وانا وانت بنعاني من ده، ان الناس بتمشي تقول الجنسية الفلانية كدابين نصابين. امم. امم. فالأمانة والصدق دي حاجة مهمة. أم، انا قابلتك في 2022 في مؤتمر في دبي، وكنت مستاء جدا من الموضوع ده. على فكره كنت مستاء من الكواليتي بتاعت الناس اللي بتيجي، كانت الفتره دي بالذات في هو ما هو ده الامارات وفي كان الخليج. بداية الظروف الصعبة الاقتصادية في مصر، وحصل كتير ناس طبعا لاختلاف الأسباب، وكلنا سافرنا لأسباب مادية. أم، ناس كتير قوي سافرت، بس في ناس استعجلت يا دري، فاهم؟ يعني في ناس استعجلت. يعني فرصة الوقت اللي انت ممكن تكون فيه مش ماديا أجمد حاجة. طب ما الناس بتبقى في أوروبا وأمريكا في الريزيدنسي بياخد 800 يورو أو 700 يورو، وده ومديون. مديون واخد 800 يورو قرض. مديون كمان. واخد فعادي قرض قبليه عشان الكليه. فسامح نفسك في المدة دي انك تتعلم كويس وتتلمذ ويبقى عندك منتورشيب كويس وبتعمل شادوينج للناس. بعد كده يا باشا فكر سافر براحتك. انما اللي كان بيحصل ايه يا دوري؟ ان مثلا في اعلان نازل لوظيفة، فدوري مقدم ومصطفى امم. امم. واكس. امم. فالوظيفة مثلا السالري وليكن مثلا 10,000، وانا كمصطفى قلت ايه؟ دوري قال 10، ومصطفى انا قلت هقبل لحد 8. في الفترة دي بقى دوري اللي انا كنت قابلتك فيها، لا ده كان يا معلم ناس ظهر امم. بتقول لك انا هاخد 2.5، 4. 4. طب ما يا هو وصلت 2 ونص. ده مؤثر علينا. الراس بقت ب 2 ونص. اه ما هو ده مؤثر على على الماركت كله. يعني انك تبخس بسعرك، ده مش بس حبيبي لنفسك، صحيح.
ده صحيح. ليه احنا كل احنا الناس. اتأذينا جامد فعلا في الفترة دي اه بالذات، اه يمكن في اه. السنتين ما بين 22 ل 24. بس في نفس الوقت في ناس جامده وناس قويه، كانت عامله بالانس، فاهم؟ يعني كان في ناس امم. عامله بالانس، ان لا، مش كل الناس كده، بس للاسف السيئه بتاعهم. هو الكواليتي اللي مشتغل على نفسه، يعني الناس اصلا حتى يعني هتستحرم تدفع فيه رقم قليل، لانها عارفه ان هو هيجي يومين ثلاثه وهيقف على حيله في الكلينيك ولا في المستشفى، وهيلاقي الناس بتجيله بالاسم عشان هو شاطر، وهيروح مكان تاني يبقى جابه من بلده على الفاضي. دي حقيقه. دكتور احمد النبراوي، دكتور مصطفى حبيبنا، بيمسي احلى مسا عليك، بيقول لك صباحك عسل يا دكتور مصطفى، دكتور احمد. وبيقول لك انت فين؟ ريال مدريد رايح في داهيه يا دكتور مصطفى. والله ممكن خطة لبديل فينيسيوس. والله يا دكتور احمد جاي لك يا وحش دكتور قوي. النبراوي. بالظبط، دكتور احمد ده عايز حلقه لوحده برضه يعني، عن الانتربرينور شيب اكيد. والبزنس سايد اكيد. من شغلانتنا. وحشني اكيد. جدا والله برضه. ومش عارف والله احنا يعني دلوقتي ازاي يمكن. خالص ما عرفش يحل مشكله ريال مدريد، فانا اكيد مش عارف انا احلها. ما تفكرنيش. اه. صحيح. تشابي شكله رايح في داهية، مش لا لا، هيكمل بعد النهارده. دي حقيقة. أنا بقى على فكرة دوري بشبه شغلانتنا دي بالكورة يعني. أنت كفات بتبقى مطلوب بالكوتش. منك في الخليج بالذات، أنت عايز تجيب جون كل يوم. وديك شفت صلاح لما ما امم. جابش جون 3 4 ماتشات ذبحوه، ده اللي بيحصل فينا. ركنوه. فأنت صحيح. نرجع للنقطة اللي أنت كنت بتسألني فيها، اللي هي السوفت سكيلز. البرزنتيشن والسيلينج سكيلز بتاعتك مهمة جدا. السوشيال كارنسي، وانك تكون مركز مع السوشيال ميديا بتاعك، مش بالرخص والبخاسة اللي بعض الناس بتعملها. انا سامحني في لفظي، بس انا شايف بعض الناس الاقي حد مثلا دكتور وماشي بيزحف على الارض، مش عارف يبوس رجل الكلب عشان يجيب الستايل ده، بيقلل من احترام عارف. الشخص ده في عينيا. لانه صحيح. برضو مش بيعود عليه هو بس، بيعود علينا كلنا. ومش من المصريين بس على فكرة، من كافة الجنسيات، في ناس كتير صحيح. ده كونسبت عندها، يعني اللي هو ان انا ارخص نفسي عشان اجيب ريتش او لايكس. بس النقطة الأساسية اللي انا عايز مهم. اتكلم فيها هي أهمية السوشيال كارنسي. دي سوفت سكيلز. وطبعا النقطة اللي انت اتكلمت فيها اللي هي اللانجوج، لو هنتكلم على حد جاي الخليج، فالفيرست لانجوج في الخليج هي الانجليش مش العربي، للأسف يعني. صحيح. صحيح. انا معايا اخر سؤالين. السؤال الاولاني، امتى تقول ان اورثوبيديك سيرجري دي ناجحة، بما انك اتكلمت على السوشيال ميديا والصور والريتش والكلام ده؟ بص برضه انا ضد واكيد جدا. انت فاهمني كويس. ما هو انا ضد جدا برضو ان انا يبقى عندي اللي هو، مش هنقول هو ايه بالظبط، بس هنقول التشبيه، ان انت طلعت من اوضه العمليات تروح تنزل اكس راي على اللينكدين او على الفيسبوك او على الانستجرام، الانستجرامابل بوست. صدقني ما بيتحسبش كده. وده يربطنا بسؤالك اللي مهم. هو ان انا امتى اقول على السيرجري دي سكسسفول. مش قبل 8 اسابيع عشان تبدا تقول ان انا في سكسس ريت. يعني احنا عندنا في الاورثوبيدكس في حاجه اسمها ال 4A اسسمنت سيستم، بنحكم بيه على البوست مهم. اوبراتيف راديوجراف. 4 A's دول اللي هم الالاينمنت والابوزيشن والاباراتوس والاكتيفيتي. الاباراتوس اللي هو الامبلانت، والالاينمنت اللي هو الالاينمنت، والابوزيشن اللي هو الريدكشن، والاكتيفيتي اللي هو الهيلينج. انت اصلا ما بتقدرش تشوف الحاجات دي آه، قبل 6 ل 8 اسابيع. بعض مهم. الكومبليكيشنز زي النون يونيون، سواء الهايبوتروفيك او الاتروفيك نون يونيون، ما بنبداش نشوفها غير بعد 6 شهور. فما مهم. ينفعش ان انا عملت فراكشر ريبير وكمان عامله اصلا غلط، او عامل فيمورال هيد اند نيك اكسيشن وسايب نص النك وانزلها على السوشيال ميديا. يعني مهم. choose your battles. احنا اول ما بنشوف الحاجات دي ممكن ننصحك ونبعت لك مسج ونحذرك، بس الامبلويرز والماركت لما بيشوف ده بيحكم على جنسيتنا كلها. فلما صحيح. تنزل ال 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 الانستجرام والفيسبوك،
متشاف من كل الناس. ف يعني ارجو ان الناس كلها، بذكر نفسي وبذكر الناس ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. مفيش احسن من الكومنت بتاع دكتور خالد عاشور على رأي دكتور معتز، اشوفه بيمشي كويس بعد شهرين كده العملية كويسة. مثلا. طيب اخر سؤال بقى، لو انت جالك اسلوب وجالك طريقة انك ترجع بيها للزمن ليوم تخرجك من الكلية، ايه النصيحة اللي تقولها لمصطفى الدكتور مصطفى حافظ زمان؟ كنت اروح اكمل تعليم بره مصر. مهم. من اول على طول ما الاول على تطلع من طول، الكلية. بوست جراديوت على طول. على طول امشي مهم. في الباث واي اللي هو اللي بقى موجود دلوقتي، او بقينا عارفين. الريزيدنسي. مهم. انترنشيب، روتيشن. طبعا اي حد يقدر يعمل ده دلوقتي برضو. مش سهل طبعا، وباث واي صعب جدا، واكيد دكتور احمد عبد اللطيف شرح ده احسن مني لانه عاش التجربه. مهم. بس لو بتسالني انا كنت ممكن اعمل ايه، كنت هعمل كده. إجابة حلوة جدا وجميلة جدا وأحلى إجابة نختم بيها الأسئلة اللي معانا. احنا بس اللي فاضل لنا دلوقتي الأسئلة بتاعة الأودينس. طب لو يلا. سمحتم يا جماعة اكتبوا الأسئلة بتاعتكم في الشات بوكس أو الفيسبوك لايف معانا. You can write your questions in English or in Arabic or in any language, and Dr. Mustafa will handle all your concerns. بس دقيقة واحدة، الناس تكتب الأسئلة وأجيب مية ونبتدي ماشي. تاني. انا شايف حد كاتب كومنت، لو تسمح لي لحد ما تجيب ميه. دكتور الشرباسي بيتكلم على الابيديورال انستيزيا. طبعا يا دكتور، بارت من البين مانجمنت بروتوكول. لو بتقدر تعمل مثلا بريكل بلكسس بلوكس، او بتقدر تعمل بريفرال نيرف بلوكس او ابيديورال في الهايند ليمز، فده طبعا بيقلل من الانستاتيك دوز اللي انت محتاجها عشان تعمل بين مانجمنت، وده بيحسن جدا ان السيفتي بتاعت الانستاتيك بروسيدير، از لونج از ان انت تكون بتعرف تعمل ده. دكتور، انا بحاول على ما دكتور دوري يرجع ان انا امشي في الشات كده. سريعا، لو حد برضو عنده اي اسئلة يقدر يكتبها. What is the recommended learning pathway in orthopedics from basic to advanced؟ آه، تبدأ بالprinciples، بعد كده الادفانسد. لو هتمشي على ال AO pathway، هيبقى كمان في surgical approach و anatomy. بعد كده تبدأ تركز مع ال basics اللي هي ال principles course، بعد كده ال advanced course. بعد كده لما تحس ان انت confident في ال fracture repair، تبدأ تدخل في الأورثوبيدكس. والأورثوبيدكس معظم الكورسات بتكون focused courses على تكنيك معين، يعني مثلا TPLO course، MPL courses الباتيلر relaxation، وده يعني one of the hottest topics in veterinary orthopedics recently. الالبو سيرجري، الارثروسكوبي، الهيب سيرجري، التوتال هيب ريبليسمنت، البروستاتكس. بتلاقي كل الاورثوبيدكس فوكسد كورسز، مفيش كورس اسمه كورس اورثوبيدكس. هو بيبقى فوكسد على تكنيك او جوينت معين. أنا موجود بس أستأذن التكنيكال اللي يفتح لي الكاميرا، هو شكله بيعاقبني. انا بحاول يا دوري، وانت مش موجود رديت على شوية اسئلة من الشات. حلو جدا، خلاص أوكي استمر أنا معاك. على ما انت ترجع. براحتك، اتفضل اتفضل، وصلت لحد فين؟ وصلت. عايزين نعرف من الدكتور الطريق اللي خده في ألمانيا، وهل من الدول اللي ينصح ان احنا. طبعا مشكلتي في ألمانيا ان انا ما كنتش رايح يا دوري جامعة، او كنت رايح آم، آم، ان انا ادرس. انا كنت رايح، كنت بشتغل مع شركة ما بتاعت implants arthrex. ومن خلال arthrex، هي مقرها الهيد كوارتر في اوروبا في ميونخ. فانا من خلال arthrex اتعرفت على surgeons من التوب surgeon في يوروب وفي جيرماني يعني specifically.
فقدرت ان انا اشادو حد لفتره ما. وفتره الشادوينج دي هم في الهوسبيتال عرضوا عليا، كان عندهم اوبن رول لامرجنسي فات. وقدرت انا بسرعه ان انا اثبت نفسي من emergency فات لاورثوبيديك سيرجن في مساحه صغيره، لانه اوريدي كان عندي الاكسبيرينس. بس المانيا كانت بالنسبه لي مرحله بولشنج. متهيألي انا قلت لك الكلمه دي قبل كده. انا ما اتعلمتش البرنسبل صحيح. في المانيا. انا كنت اوريدي رايح بعمل يعني 80% من اللي انا كنت بشوفه هناك داي تو داي كنت اوريدي بعرف اعمله. ولكن البولشنج بقى بتاع الموضوع هو ده ده الفرق. هل هي دولة ننصح ان مهم. احنا نعمل فيها سبيشاليزيشن؟ طبعا. طبعا. مشكلتي مع المانيا كانت مشكلة اكتر مع الحياة وروتين الحياة والجو وكده، مش مع الإديوكيشن اطلاقا. وكمان كل ما تروح بدري كل ما يكون احسن، لان انك تقدر تستحمل المرتب اللي انت هتاخده في الاول اسهل لك بكتير من لما انت تروح وانت اكبر. دي نقطة عشان كده برضو كل ما تقدر ان انت تسافر بدري بالذات في الeducational purpose ده بيكون احسن. طيب، في سؤال دكتور مصطفى، لو سمحت ممكن رأي حضرتك في تك يونيفرسيتي في اسبانيا بتعمل اونلاين ماسترز ديجري؟ تك. معلش مش فاهم السؤال قوي. تك ازاي يعني؟ هي فات تك سكول؟ هي يونيفرسيتي اسمها تك، اوكي، اه بتعمل ده اسمها. اوفرينجز للماستر ديجري اونلاين. ما هو انا مش عارف يا دري يعني. آه، وهي مش في اسبانيا، هي في المكسيك مش في اسبانيا. انا مش ببليف في الاونلاين ليرنينج بصراحه يا دري في مجالنا غير في الانترنال ميديسن. فما اعرفش ماستر ده ليه حقيقي فعلا. يعني ده حقيقي فعلا. الكورس الوحيد اللي انت تقدر تاخده اونلاين هو الانترنال ميديسن. اي مهم. حاجه تانية لا. مهم. ف صحيح. عارف ماستر في ايه بالظبط. وبالنسبه لي برضو انت بتدور على ايه؟ يعني انت عايز تايتل، عايز تحط جنب اسمك بوست انيشال، عادي ممكن تروح تاخد اسفز كورس او امبروف. ودول زي وزي ناس كتير. دي حتى في مهم. اوروبا بيسميك سيرتيفيكت هولدر او ميدل تير. انت مش زي صح. دكتور احمد عبد اللطيف، انت مش بورد سيرتيفايد سبيشالست، بس انت مش مهم. جي بي. انت عندك بروفن اكسبيرينس انك الاريا اوف انترست دي مش مجرد انك بتدعي انك بتعملها، انت درستها مهم. وامتحنت فيها وقدمت فيها كيس لوج وعملت فيها شغل. صحيح. فهي البديل صحيح. الافيلبل للسبيشاليزيشن بروجرام اللي هو اليوروبيان او الامريكان. لو انت مش مم. قادر تعمله، لو تقدر تعمله طبعا احسن. حلو. دكتورة مروة فؤاد، دكتور، عندي سؤال مهم في الأول خالص. لما نكون لسه ما عندناش خبرة كافية نعمل إيه في تباين الآراء؟ حرفيا نفس الحالة ممكن كل حد يبقى له رأي، وأحيانا بيبقوا مختلفين جذريا. بمعنى آخر، أطمن إزاي لخطواتي وأتأكد منها؟ لو زي ما حضرتك لازم تقول جايدد، يبقى حد جايد، يعني الشغل يبقى جايدد. لو أنا ما عنديش جايد أتأكد إزاي إن أنا ماشي على الطريق الصح؟ ما هو بيرجعنا دوري لنفس النقطة ان انا لازم يكون عندي mentors. يعني انا مثلا وانا في مصر كان بيجي لي حالة كاردياك كنت بكلم دكتور محمد سعيد. كان بيجي لنا حالات مهم. حاجات كلينيكال باثولوجي وكده بكلم دكتور احمد سمير. آه، مهم. عندي حاجة internal medicine بكلم شخص معين. فارجع لحد يكون trustworthy. ومتهيألي الموضوع بقى سهل، يعني بقى أسهل بكتير من زمان يعني يا دري اختيار مهم. الشخص. بس يكون معروف إن هو حد أمين وحد بيديك فعلا، مش بيدلك أو مش بيقول لك نص معلومة. مهم. طيب، what is the دكتور عصام what is the recommended learning pathway in orthopedics CE from basics to advanced procedures? Okay. Should we speak in English?
He's not an Arabic speaker, no? I don't know. Honestly, I don't know. I'll just answer in I English think we just in bear in case. English. Yes, please. Uh, it depends on where are you standing right now. Like if you are already practicing and already doing like basic soft tissue surgery or advanced soft tissue surgery, then you start with courses specializing in orthopedics. First, start with surgical approaches and anatomy. Then you go for principal courses about fracture repair, then advanced courses about fracture repair, and then stop learning. You need to practice. You need to practice like for 1 or 2 years. And once you master principles and advanced fracture repair, you can go for orthopedics, because orthopedics is completely different story from traumatology. And usually in orthopedics, it's like focused courses. There is no course called orthopedic course. There is a TPLO course, medial patellar luxation course, stifle surgery, shoulder surgery, elbow surgery. So the learning curve for orthopedics is quite long. There are common cases, common techniques you need to be aware of, but the learning curve is very slow. Okay, I hope it's clear now. دكتور باسم بيقول لك حلقة جميلة جدا، ودكتور مصطفى كلامه كله منطقي وواضح جدا ان عنده ملكة التعليم وقيادة الفريق. مم. دكتور بسام عبد الملك من ادمنتون كندا. شكرا يا دكتور. اوكي. دكتورة مروة فؤاد، حضرتك مفيش كورس بيديك التفاصيل دي. تفاصيل ايه؟ I think ان احنا اوريدي جاوبنا على مم. الباثوي بتاع الاورثوبيدكس او حاجه زي كده، او هي بتسال على البين مانجمنت ممكن، لان هي انا شايف ان هي كانت كاتبه سؤال 11 21. لو سمحتوا انتوا تكتبوا بس السؤال يكون اوضح من كده شويه. دكتوره نيفين سعيده بسماع قصص نجاح مشرفه. دكتور احمد عصام منور الدنيا. دكتور مصطفى ليك وحشه كبيره. دكتوره مروه فؤاد، لا تفاصيل يا دكتور، نكمل فين؟ دكتوره مروه اكتبي لنا السؤال كامل مره واحده بعد اذنك. نكمل فين يا دكتور؟ رشح لنا مكان نكمل فين. ايه، اورثوبيدكس ولا جي بي ولا تروما مانجمنت زي ما دكتور بيقول، ولا ايه بالظبط؟ طيب نبص على الفيسبوك بسرعة. آه دكتور ايمن خلف بيقول دكتور مصطفى ساهم مساهمة فعالة في تغيير الصورة الذهنية المتوارثة عن الطبيب البيطري والطب البيطري عموما. موفق يا دكتور. موفق يا شكرا. دكتور. دكتور ايمن خلف الله من المنصورة. دكتور عبد شكرا. الرحمن مجدي حسن، حضرتك شايف نبدأ ازاي، وفي سورس معين حضرتك تنصح او كورسات تنصح بيها؟ ودكتور اوريدي جاوب على السؤال ده في الحلقة او في الأسئلة اوريدي. لو حابب تزود حاجة براحتك. انا بس عايز يعني نسبيسيفاي في السؤال. ابدا ايه؟ ابدا في الطب البيطري عموما ولا ابدا في الاورثوبيدكس؟ لو انت بتتكلم يعني عشان اعرفها. والله هو دكتور عبد الرحمن مجدي، الصورة البروفايل بيكتشر بتاعته. انا بعمل اسمه ايه ده؟ شغل محققين على الهوا. دكتور عبد الرحمن الصورة بتاعته اوريدي هو شغال في سيرجري، فاعتقد ان هو بيسأل على الاورثوبيديك سيرجري، اكيد مش بيسأل على جي بي او سوفت تيشو سيرجري. ممكن تقول لي السؤال تاني معلش؟ كان السؤال ايه؟ حضرتك نبدأ ازاي، وفي سورس معين حضرتك ننصح بيه او كورسات ننصح بيها؟ اول حاجه تبدا بيها في orthopedics principles of fracture management. ده اول كورس لازم تاخده. تمام. سواء دكتور احمد عبد حاجه اللطيف لوكال طبعا. او مهم. دكتور احمد عبد اللطيف يقول الموضوع لازم يبدأ من داخل مصر لبداية التخصص. الوضع اصبح قاسي في اوروبا، وأصبح التنافس عالي جدا، ولا يوجد دعم مادي للأشخاص عندنا الخبرات في جميع المجالات البيطرية، ولا بد من الجهات التنفيذية بداية مشروع قومي يبدأ من internship من داخل الجامعات أو الهيئات المسؤولة. وده بيحتاج تدعيم دولي. أقدر أضيف لمصر من خلال وجودي بالكوليدج إن شاء الله بإذن الله، وهو ده اللي نتمناه يا دكتور. دكتور عبد الرحمن رد علينا دلوقتي قال أورثوبيديك، وحضرتك جاوبت على السؤال. دكتور شكرا دكتور آه احمد عبد اللطيف الاول ان هو بياكد على نفس البروبر باث واي اللي احنا بنتكلم فيه، وان احنا ازاي ده نوفيشالايز الموضوع ويكون فعلا من الجهات الرسميه.
لان انا شايف دلوقتي برضو، اعذرني يا دوري، حاجه بوليتيكال شويه، بس احنا لازم نقول حاجه برضو هوت توبيك في الحلقه. ما تحبسنيش ما اه تحبسنيش. هو لا مش براحتك، اتفضل. بوليتيكال، اتفضل اتفضل، لا. مش بوليتيكال بالمعنى الحرفي، قصدي بوليتيكال ان الاديوكيشن بقى بزنس. فانت ما تسمحش لحد ان هو يعمل عليك بزنس. امم. كل حد بيبيع دواء حشرات دلوقتي، او عنده بيبيع اكل، بقى بيعمل كورسات. ودكتور لسه متخرج اول امبارح وبيعمل اكاديمي وبيعمل كورس. ف you have to choose your mentor و choose him wisely. مش اي حد بينزل بوست على فيسبوك او حد كاتب ان هو بيدي education واولهم انا. يعني انت لو حتى حد رايح يحضر ليا انا شخصيا، بص على الباك جراوند بتاعي، بص انا اديت education فين قبل كده، ايه السيرتيفيكيشن بتاعي، بشتغل فين. ده على الاقل هيدي لك صورة اوضح عن المعلومة اللي انت هتاخدها، لان انت هتتلقى مني معلومة ممثلة في شخصي. فلو انا شخصي حد صحيح. كذاب، او حد آم، بتاع 3 ورقات كده، اللي هو مش حد honest او source of confidence، ما ينفعش ان انت تاخد مني معلومة. لان يضر في الاديوكيشن هي مش personal صحيح. experience، هو evidence based صحيح. data. هل انا صحيح. بديك حاجة من الليتريتشر ولا بديك حاجة انا مخترعها؟ صحيح. بس ف يعني خلطة إبرة البرد والحاجات الحلوة دي شغالة معانا نار. وكورس، مجموعة كورس البطاطس، وكورس مش عارف ايه، وده في مصر، وحتى عندنا هنا في دبي، او في عندك في البحرين او في السعودية برضو عادي. الموضوع بقى فاهم سبوبة. ف امم. أنا آه، ما عنديش مشكلة حد يعمل كورس ويعلم الناس وكل الكلام ده وياخد حتى فلوس عادي، لا بس انا تقدم لي حاجتين. مش بتكلم على ان هو يكون paid or unpaid. انا نص فلوسي اللي عملتها في حياتي صرفتها على الeducation. أنا مش دي نقطتي. صحيح. 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 انا بتكلم بس على paid في مقابل إيه؟ قابل ايه بالظبط. صحيح. هل أنا هل ما انا أنا عايز اتفضل. هل انا بعمل لك بوش على برودكت، ولا انا صحيح. صحيح. انا ضد الاديوكيشن اللي هو هدفه ادفيرتسمنتس advertising من تحت education مسيس. صحيح. ال صحيح. ال 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 الشخص اللي واخد مسافة واحدة من كل الأطراف، أو هو هيقول لك في أول سلايد في البرزنتيشن، والله أنا عندي conflict of interest, I'm teaching for this company. صحيح. لا، والناس اتفضل. بره ما بتشتغل كده عادي، بتقول في الاول خالص، بتقول والله انا بشتغل للكومباني الفلانيه او بعمل حاجه للكومباني الفلانيه، او مثلا المحاضره دي ليها paid ولا non paid ولا ليها أيوة، عشان أنت طلب advertising ليك يا restrictions دوري، ولا لا، بتبقى واضحه طلب من ليك اول سلايد الموضوع بيبقى واضح. امانه امانه. وبقول لك برضو تاني، انا ما عنديش مشكله انك تعمل كورسات، تعمل كل الكلام ده، بس في حاجتين استناهم منك: ايه الفاليو اللي انت هتضيفها لي؟ ورقم اتنين، ايه هو الريفرنس بتاعك في الفاليو دي؟ هل انت جايبها من الاكسبيرينس بتاعتك، ولا جايبها مين اللي من دماغك، بيحكم ولا بقى؟ جايبها مين اللي اونلاين؟ بيحكم؟ مين اللي بيحكم؟ صحيح. صحيح. الموضوع سبجكتيف جدا، يعني هي مش اوبجكتيف، مش سبجكتيف، صح. جدا. طيب دكتورة مروة رجعت لنا بتقول لنا، هقرا لك بقى السؤال كامل. لا مم. تفاصيل يا دكتور، نكمل فين نكمل فين يا دكتور، رشح لنا مكان دراسة بوست جرادويت. احنا قلنا ان الفاندمنتالز، كورس الفاندمنتالز بتاع الفراكشر مانجمنت، صح؟ لو بنتكلم على اورثوبيدكس، ولا هي الدكتوراه اعتقد بتسأل يا دوري اه، الانترنشيب بروجرام عموما. عام، هي بتقول عام اهي دلوقتي. اعتقد بقى ان انتوا الايسافا فتحت المجال ده، يعني اوريدي المؤتمر مهم. اللي هيتعمل
والeducation اللي بيتعمل والورك شوبس وكده، يعني اعتقد ان الدنيا خلاص قربت قوي، قربت قوي يعني. ما مهم. عادش ما عادش الموضوع محتاج ديب سيرش، هي واضحة. انت ايه رأيك محتاج صحيح في الكونجرس بتاع الإسابة؟ طبعا يعني دي اعظم ايفنت هيحصل في تاريخ الطب البيطري في مصر يعني، والناس اللي جايه وازاي الموضوع وصل لانترناشونال ليفل زي ده. فلا طبعا حاجه كلنا نفتخر بيها طبعا. ويا ترى تنصح الفريش جرادز ان هم يحضروا الكونجرس ولا هيكون صعب عليهم شوية؟ طبعا حتى for socialization and communication، مش لازم ان انت تكون محدد topic معين او رايح تسمع لسبيكر معين لو انت لسه مش في المرحلة دي. بس روح وسوشيالايز وكوميونيكيت وشوف ناس. انا قعدت 15 سنة اشتغل علشان اقابل اول سبيشالست في التلمذ على ايده. انت ممكن تكون انت لسه اندر جراديوت او فريش جراد، وتقعد مع حد اوريدي غيرك كان بيحلم بس ان هو يبعت له ايميل او يحضر له ليكتشر. ف صحيح. يعني المفروض الناس تابريشيت قوي، ويكون في جراتيتيود للي بيحصل ده. صحيح. دكتور مو الشرباصي، الفيفوريت فان بتاع البروجرام، آخر سؤال معانا. هل في خريطة لكيف نعثر على انترن بره مصر وبالنسبة لداخل مصر؟ وده جزء من السؤال اللي يهمني ويهمك أكيد. بالنسبة لداخل مصر، أو لو بالفعل بتدرب في عيادة بس مش في نطاق القاهرة، بالتالي الريت مش عالي، هل أدور في القاهرة؟ وإزاي ممكن حد يقبلك يعمل لك منتورينج وهو مش عارفك؟ اعتقد الاجابه برضو مش معقده في النقطه دي. على حسب انت بتدور على ايه. بتدور على عايز تاخد جنرال براكتس اكسبيرينس. القاهره طبعا سنتر، بس المحافظات برضو فيها ناس شاطره. ف... ففي دكاتره في الاسكندريه وطنطا والبحر وسوري والمنصوره والسويس وبورسعيد. في دكاترة كتير أعرفها شاطرة. مش شرط إنك تروح القاهرة، ولكن القاهرة هي التوب نوتش بسبب اللكجري. لأن في ليفل من اللكجري لايف ستايل موجود في القاهرة مش موجود في الأقاليم. ففي بعض البروسيجرز والشكل الخدمة بيتقدم في أماكن معينة في القاهرة بشكل أكيد أحسن مما بيتقدم في الأقاليم. فاحنا لازم نكون متفقين صحيح. على ده. فانت برضو صحيح. بتختار سيجمنت من المجتمع بتسرفس عليها. فانت على حسب انت عايز تبقى في وسط عامل ازاي. ولكن experience wise طبعا القاهرة هي السنتر. ازاي ممكن حد يقبلك منتورنج؟ آه لو بره مصر بتبعت ايميل، موضوع سهل قوي. تبعت ايميل. لو عايز تروح تعمل انترنشيب في اي هوسبيتال كبيرة، بس ده unofficial يعني بنسميها externship. لو انت بقى عايز تعمل ريزيدنسي، فزي ما اكيد دكتور احمد عبد اللطيف اتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده بقى كومبetitive جدا جدا. صحيح. برايورتي لللوكلز يعني اليوروبيانز. لليوروبيانز مهم. حسب الدولة اللي انت فيها يعني. صحيح. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وقبل ما أقفل ونطلع الأوترو، أنا عارف إن أنا تعبتك معايا النهاردة بس اتبسطت كتير من الكلام والله معاك. كانت صدقني حلقة ثرية جدا. دي شكرا، شهادة أعتز بيها. كانت حلقة ثرية جدا صراحة، وفيها كده تكاتف، فيها حاجات كده رايقة 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 يعني. فيها حتة شياكة كده، فيها حتة لباقة جميلة. هسألك آخر سؤال بقى. تحب تشوف مين معانا في الحلقات الجاية من الدكاترة اللي شغالين بره مصر؟ آه، معتز شعبان، دكتور معتز شعبان. ادهم ادهم يحيى. ادهم مهم. مهم. عامل برضو ممبرشيب في رويال كوليدج وبيعمل ادفانسد فيترينري براكتيشنر وجامد قوي كارديولوجيست جامد قوي والريبيتيشن بتاعه مهم. في الامارات قويه. خالد جوده. مهم. علي حماد ستوري يا دري، وهو ستوري تيلر رهيب. لا مهم. علي انت لازم تتكلم معاه. ولازم الناس تعرف عن الايفيان والاكزوتيك سبيشاليتي، لان دي مهدور حقها قوي في مصر كمان وفي دول. صحيح. صحيح. علي
احسن حد يكلمنا، والفالكون والفالكونيري والكلام ده برضو هو من احسن الناس اللي تتكلم. ف يعني صحيح. من الاسامي لو انا عايز هتتكلم، اقول لك. لو تتكلم كمان في اه، اتفضل. مانجمنت وبراكتس مانجمنت، دي شغلانه برضو على فكره. احنا مش كلنا شغالين صحيح، دكاتره، صحيح، شغاله على صحيح. الاكسل. كامل عروسي شغال من اشطر البراكتس مانجرز الموجودين هنا برضو، وبيدير مكان كبير قوي في ابو ظبي هو ودبي. هو في حد من الاعداد سرب لك الحلقات الجايه ولا ايه؟ ده انت جايب الاسامي بالظبط. دكتور دكتور عصام منشاوي، اكيد، اكيد. اورثوبيديك نيورو سيرجري، من الناس اللي اتعلمت منها في حياتي، ومن الناس اللبقة جدا، ويعني برضه حد اكيد ريكومند. في ناس كتير انت اوريدي اتكلمت معاهم، احمد محسن وخالد عاشور. ففي ناس كتير يعني، اكيد انا فايتني ناس كتير، بس حاولت الايه اللي يجي لي. انا عايز اقول لك عندنا هنا في ان الامارات دكتور زميلي امم برضه اسمه دكتور حاتم ممدوح، آه، بيعمل دنتستري، اه، عامل شغل حلو قوي. لو حبيت تتكلم عن مجال الدنتستري اوصلك بدكتور حاتم بجد. طبعا. حاجة he will make you proud يعني. انا ان شاء الله هكون في الامارات خلال يومين، واحب ان انا اقابلك، ان وان شاء الله. احنا نقابل اي حد تاني يعني from your recommendation يعني. بس انا عايز اقول لك ان 90% من الاسماء اللي انت قلتها ما عدا اخر اسمين اوريدي معانا في حلقات. احنا معانا في سيزون 1 في 15 دكتور اوريدي، في ناس منهم هنشوفهم قريب. وكل الاسامي اللي قلتها اسامي very interesting. دكتور عصام المنشاوي ان شاء الله باذن الله نعمل ابروتش. الدكتور بتاع الدنتستري معلش اسمه ايه تاني؟ دكتور حاتم ممدوح هو زميلي في نفس الشركة اللي حاتم، أنا دكتور بشتغل فيها. حاتم. امم ان شاء الله برضه بقى لما اقابلك في دبي ان شاء عليك. الله نتعرف عليه. بكون اتفق عليك. اتشرفت بيه معاك. وكان معانا النهارده حلقة جميلة، حلقة مختلفة. حلقة ازاي انت تقدر تخطط فيها لمسارك المهني، وازاي ترسم لنفسك طريق تمشي فيه، ازاي تحط لنفسك ستاندرد عمرك ما تنزل عنه. دكتور مصطفى، زي ما في دكاترة قالوا في الكومنتس، فعلا غير الصورة الذهنية تماما عن الدكاترة المصريين البيطريين اللي شغالين بره مصر. و... وخير مثال وخير سفير لمصر وللمنصورة. ألف سلام عليك. أنا جبت في سيرتك كحيت حبيبي، ألف سلام عليك. إن شاء الله دور برد يعدي على خير. انتظرونا إن شاء الله الحلقة الجاية يسمى بودكاست والدوري يوم الجمعة، مع مفاجأة دكتور محمد رياض من كندا طبعا. اسم مش محتاج أي ترويج ليه. انتظرونا إن شاء الله الساعة 9 بالليل. شكرا يا دكتور مصطفى، نورتنا، كانت حلقة جميلة جدا. شرفت بيك. انا اكتر. مع مع السلامة. السلامة، تصبحوا على خير.